كيف الحال أصدقائي؟ لبس عليكم كل شي وهداك. تلاقينا مع الجزء الأخير من سوق النساء، القصة اللي باين بلي عجباتكم بزاف. هادشي عرفتو من الميساجات اللي كيوصلوني في الانستغرام ومن لي كومونتير. على العموم قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنساوش جيم حيت مهمة بالنسبة لينا. التعليقات ديالكم غادي نشوفوها كلها. الناس اللي ما دايرينش ابوني راه ساهلة ديروها. تقدر تبارطاجي الفيديو ولا القناة مع صحابك ولا عائلتك ولا اللي بغيتي. المره اللي فاتت تحبسنا فاش الحاجه رقيه، او الاصح دابا ولات العقرب الام تسيفات في الشكل ديالها، وجابت ليها السعديه التليفون القديم باش تصوني على واحد النمره. تما حبسنا وتما حبس داك الحدث. غادي نكملوا من حدث واحد اخر وغادي نعاودوا نرجعوا لداك الحدث. يلا سير شي بلاصه مزيانه، دير كيتمان مزيانين، تكالما ليا مع روحك ويلا بينا. في الكوميسارية الدرب الضوء النهار كان كيبان كئيب من مور الشرجم اللي عامر بقطرات ديال الشتا. الكوميسير نبيل كان جالس عينيه حمرين بالصهير وبالكماية وحتى القهوة الكحلة. قدامه كانت ديك التصويرة القديمة د العقرب الأم. نبيل دوز يدو على وجهه اللي كان حرش باللحية ديال يومين. من بعد قال سنين وسنين وهي جالسة في داك السوق كتبيع الشبة والحرمل، وحنا كيحسب لينا المافيا د الشمال تبخرات. الباب تحل بالزربة عليه ودخل المفتش إلياس. هز واحد دوسي في يديه وقال سيدي درت بحث على داك حميدو اللي تذبح. لقينا بلي كان كيتلاقى مع الدراري د الكورنيش كيبيع لهم الغبرة المخلطة، وهاد الغبرة المصدر ديالها جا من الشمال يامات عزوز الشاب. نبيل وقف بشويه وطفى الكارو في الطفايه اللي قدامه وقال عزوز الشاب غبار، ولكن الدراري ديالو اللي شادين اللعب دابا هبطوا الكازا. رقيه مبقاش عندها الجهد شحال هادي، ولكن لا رجعات لعوايدها الزناقي غتولي فيهم بحوره ديال الدم. خصنا نزيرو الصمت على الدار ديال رقيه 24 ساعه على 24 قبل ما المافيا توصل ليها. في جهة تانية من كازا وبعيد على ريحة السوق والغمولية ديال الدرب في عين الدياب، البحر كان هايج والمواج كتضرب في الصخر بالجهد. تما مبلاصية طوموبيلا رانج روفر كحلة، الزاج ديالها كان فيومي وكانت في واحد البلاصة اللي خاوية. الداخل ديالها كان الجو دافي، ريحة البارفان الغالي مخلطة مع ريحة الكوير د الكراسة. كوثر كانت جالسة في الكرسي ديال القدام كتلعب بشعرها الصفر وكتضحك واحد الضحكه ديال ديك اللي كيحسب لها صافي حكمات الدنيا. وحدها جالس الياس الشاب ولد عزوز الكارتيل، شاد الفولون بيد وحده ويدو الاخرى دوزها على كتاف كوثر كيعنقها بواحد البرود ديال شيديب كيقيس الفريسه ديالو. من بعد دوات كوثر بافتخار وقالت كون شفتي العجوزه دخلتي الصباح كيفاش تخلعات مني، خليتها كتدرع عاديه وديك السعديه د الويل طيحت لهم البق، ودابا انا اللي حاكمه اللعب. السلعه عندي والفلوس غتولي عندي. الياس تبسم ابتسامه عجباتها، ولكن عينيه كانوا ميتين وقال برافو على الكوين ديالي. ديما كنت كنعرف بلي انتي دماغ وماشي ديال داك الدرب الخانس. هادوك راه غير عيالات شارفات طاحوا في سلعه اللي كبر منهم، ولكن انتي تخلقتي باش تكوني الفوق. الياس قرب وجهه لوجهها باسها في جبهتها، ومن بعد همس ليها في ودنها بصوت اللي رقيق مسموم وقال لها ودابا السلعه ديالنا فين خبيتيها حياتي؟ خصنا نبيعوها في اقرب وقت باش نطيروا لاسبانيا كيف ما وعدتك. زريق راه كيدور في كازا كيقلب، وإلا طاح عليها غيقتلنا كاملين. كوثر طرطقات المسكه وتكسلات في الكرسي عاجبها الحال وقالت حتى الجن الزرق ما يطيح عليها بابي. ملي غفلت خالتي هزيت الصاك الكحل وطلعته للخربه المهجوره اللي في راس الدرب ديالنا، حفرت في السطح تحت واحد الزليجه مهرسه ودفنتو تما فين صورت ديك التصويره اللي خلعتهم بها. يحسب لهم الكارتيل هو اللي لقى داك الشيء. الكلمه خرجات والكنز اللي كانت تقيه حاميه به راسها. كوثر عطاتو في طبق من ذهب العدو الحقيقي. الياس ملي سمع البلاصه بالضبط واحد اللمعه شيطانيه دازت في عينيه. الخطه ديالو صدقات. وبعد سكوت اللي طويل دوز يدو على حنكها وقال في السطح د الخربه اللي في راس الدرب. انتي خطيره كوثر. سكتوا واحد شويه والضوء ديال الشارع كان كيضرب في الزاج
إلياس هز عيني وشاف كوثر بواحد الشوفة اللي غريبة. من بعد قال له: المناسبة حبيبتي، خالتك رقية عمرها ما هضرات لك على باك وامك الحقيقيين، كيفاش ماتوا؟ كوثر عقدات حجبانها، هاد السؤال ديما كيجيب لها القنطة، وقالت: وعلاش كتسول في هاد الشي دابا إلياس؟ قلت لك شحال من مرة راه داروك سيدة ملي كنت انا باقا كنرضع، وخالتي رقية هي اللي رباتني وكبراتني. اش جاب هاد الهضرة دابا؟ وحنا غادي نوليو مليونيرات. إلياس ضحك بالسكات ودار كيشوف في البحر وقال لها: والو حياتي والو، غير كنفكر في العائلة اللي غنوليو والدم اللي غيجمعنا. والدم راه ما كيوليش ما كوثر، عمرو ما كيولي ما. بعد نص ساعة بالحساب كوثر هبطات من الطوموبيلة في الدخلة ديال الدرب، سلمات عليه بواحد البوسة في الهواء ودخلت كتشق طريقها للدار، كتحلم بالفيلات الطوموبيلات وبإسبانيا. ما عرفاش بلي ديك الدار اللي خلات فيها خالتها راه ولات دابا تكنة عسكرية. غير كوثر دارت في الدورة ديال الدرب إلياس الشاب تبدل وجهه، ديك الابتسامة د الحب والحنان طارت وبان وجه المافيا ديال بصح. هز التليفون ديالو دار نمرة ثانية، بقى كيصوني التليفون 3 ديال المرات ويتفتح الخط وتسمع منه واحد الصوت حرش كيشبه الحجر فاش كيتحك مع الحديد. هذاك الصوت قاله: نعم المعلم. كان هذاك الزريق. إلياس شعل الكارو، طلق الدخان في الطوموبيلة. من بعد قال: زريق، البرهوشة غنات بكل شي، السلعة مخبية في الخربة القديمة اللي في راس الدرب تسوق النساء في السطح تحت الزليجة. صيفط الدراري دابا يجيبوها، ما تخليو حتى غرام. جاوبو زريق بصوت اللي بارد وقال: مفهومة المعلم، والشعر فاقية. إلياس ضحك واحد ضحكة خبيثة فيها واحد الحقد ديال سنين. من بعد قال: هذيك خليوها ليا انا الاخر، ملي تجيبوا السلعه وجدوا ريوسكم الليله غادي نهجموا على الدار وغادي نوقفوا حفيظ العقرب قدامها، وغنخلي رقيه تشوف بنتها كتموت قبل ما نصفيوها لها. الحساب القديم غيتسد الليله. طوموبيله ديمارات وروايد ديالها تحرقوا في الزفت ديال الشانطي الفخ نجح، وكوثر دخلات للدرب كتمشى فوق قنبله موقوته غادي تفرق عليها على راسها وعلى راس العقرب الام اللي موجده الفردي في المراح. ليلة كازا غادي تنعس على القرطاس. كوثر دفعات الباب ديال الخشب ديال الدار بشويه، شعرها فازق بالشتا ولكن الابتسامه ديال الانتصار مرسومه في وجهها. دخلات وسدات الباب من موراها. الدار كانت غارقه في الظلام والسقيل. من بعد قالت: خالتي خالتي السعديه. عيطات كوثر بواحد الصوت فيه شويه ديال التكبر، كيحسب ليها غتلقاهم مخبين تحت من المانط كيتراعدوا من الميساج اللي صيفطات لهم قبيله. وفجأة واحد الصوت اللي قاصح بارد مبحوح خرج من القنت المظلم د المراح كيقول له: ريحة طونفورد، بارفان غالي، ريحته ما كدورش في سوق النساء بنتي. كوثر قفزات المنظر اللي شافت كان في شكل خلات تصور طريقها. الحاجة رقية ما بقاتش ديك الشارفة المحنية، جالسة فوق من الكرسي د الخشب بقفطان اللي كحل، كتافها عراض واقفين، والفر ديال الماغنوم الكحل محطوط قدامها. سادية واقفة في الجنب وشادة ديك الشنوية د القرن، عينيها عامرين بالغديد. وهي تبدا كوثر كترجع باللور ركابي ديال اخواو وقالت: خالتي اش هادشي؟ منين جبتو هاد السلاح؟ رقية ناضت مشات لجهة كوثر، ما غوتاتش ولكن شوف هاد عينيها كانت كافية. من بعد قالت: البارفان اللي فيك كوثر ريحتو كنعرفها مزيان، ريحة د الكارطيل. رقية قربات وجهها لوجه كوثر. من بعد قالت: ما من كنتي هذيك الشماتة؟ شكون اللي ركبك معاه في الطوموبيل وعمر لك راسك بالعجينه؟ كوثر حاولت تكابر وقالت: انا ما كنت مع حد، كنت غير في. وقبل ما تكمل كلامها الساديه طارت على شدتها من شعرها الصفر بالجهد، لصقات لها الموس مع قرجوطها وقالت لها: غتنطقي لي منك ولا غادي ندوز عليك من الودن للودن. شكون اللي تلاقيتي معاه؟ كوثر تفرقعات بالبكا، الخلعات بصح شداتها. هادو ماشي عيالات، هادو عصابه القتاله. وقالت: طلقي مني كنت غير مع إلياس الشاب. بدات كوثر كتبكي. من بعد قالت: انا كنبغيه هو كيبغيني، اتفقنا نبيعو السلعه ونمشيو لاسبانيا، هو اللي غادي يعتقني من هاد الفقر ومن هاد الدار هادي. السميه طاحت بحال شي مقاج المطايب في المراح. ورقيه وساعوا عينيها وقالت: إلياس الشاب ولد عزوز، داك الثعلب الصغير رجع لكازا كيلعب بالحفيده د الكارطيل.
كوثر ما فهماتش وقالت حفيده اش كتخربقي يا خالتي؟ واقية ما تسوقاتش لاسئلتها، شدتها من كتافها وزعزعتها بالجهد وقالت السلعه، واش عطيتي البلاصه ديال السلعه هذيك الخراجه؟ كوثر ساطا الطريق ديالها، هبطات راسها بندم ملي شافت الخلعه الحقيقيه في عيني نقيه وقالت قلت لي فين كاينه السلعه؟ قلت لي راه مخبيه في السطح ديال الخربه اللي في راس الدرب. رقيه دفعت كوثر حتى طاحت في الارض وقالت لها حليتي علينا بيبان جهنم بيديك، الياس ولد الكارتيل جاي يستعملك باش يوصل ليا، والارزاق بواه وغادي يقتلك انت الاولى، حيت انت بنت عمو اللي خاصها تموت باش يورث بوحدو. زريق غيكون تما دابا. رقيه دارت لعند السعديه وهزات الماغنوم خشاتو في حزامها وقالت السعديه سدي على هاد المصيبه في بيتها، غنمشيو للخربه دابا، سلعة المختار ما كتمشيش بهاد السهوله. السعديه جرات كوثر اللي كتخبط بيديها وكتبكي، لاحتها في البيت وسدات عليها بالساروت. اما على برا فالشتا كانت كطيح خيط من السما. الخربه اللي في راس الدرب كانت عباره على دار مهجوره طايح لها السقف والظلام فيها كيعمي العينين. 3 ديال الدراري من الكارتيل صيفطهم زريق طلعوا في الضوء الشاعلين الضواو ديال التليفونات، وصلوا للسطح البلاصه اللي نعتات لهم كوثر، هرسوا الزليجه وبداو كيحفروا بيديهم. من بعد واحد قال ها يا شيري الصاك كاين هنايا، جبد داك الصاك الكحل الغليظ اللي عامر بالقوالب ديال العقرب. من بعد قال المعلم زريق غادي يفرح، هادشي كيسواش لا فلوس، يلا هزوا الصاك وبغاو يدوروا باش يهبطوا. سمع واحد الصوت ديال شي خطاوي تقال طلعوا من الدروش. الدراري بجوج جبدوا الفراده ديالهم وكانوا كيشوفوا جهه الدخله ديال السطح. واحد قال اشكون تما؟ بان هذاك ولد الكلبه. الجمله ما كملاتش، والظل اللي خرج من الدروج ما كانش بوليسي وما كانش راجل، كانت الحاجه رقيه واقفه وسط منشته اللي كتضرب في القفطان الكحل ديالها، شعرها فازق ولاصق على وجهها، والفير ديال الماغنوم هزه بيد وحده وموجه ديريكت للراس ديال الدري اللي هاز الصاك. من موراها السعديه كتفها عراض، شاده ديك الجنويه وعينها كيبريو في الظلام، ونطقات رقيه بداك الصوت البارد والميت ديالها وقالت سلعة العقرب كترجع للعقرب. الدري ديال الكارتيل ضحك باستهزاء ملي شاف مرا شارفه وقال هايدي من قدامي ديك الشارفه ولا نخوي فمك هاد وقبل ما يكمل الجمله ديالو صوت الماغنوم سمع في السطح بحال شي رعد ضرب في الارض، الغوته د القرطاسه زلزلات الدرب كامل. الدري اللي كان كيهضر طار اللور بقوه الضربه والدم تشتت في الحيط، طاح ميت قبل ما يقيس الارض، والصاك طاح ليه من يديه. الدراري جوج الاخرين تصدموا والخلعه خلاتهم يتشللوا مني شافوا صاحبهم طاح بقرطاسه وحده في الراس من عند مرا شارفه، ويلا بغاو يردوا بالقرطاس. السعديه طارت بحال شي سبعه تنقيزه وحده، غرسات ديك الجنويه د القرن في كتف الدري الثاني حتى العظم، الغوات ديالو وصل للسما السابعه. الدري الثالث طلق الفردي ديالو وهرب كيتعثر في الدروش كيطيح وكينوض، بغي غير يعتق الروح، هرب من المادرينه اللي فاقت من قبرها. رقيه هبطات الفردي بشويه، دخان طالع من الفم ديالو، الشا كتغسل الدم اللي طيح في الارض. السعديه جرات الموس من كتف خونا اللي كيتلوى في الارض، هزات الصاك الكحل في كتافها كتنهج. من بعد قالت اضرب هاد المعلمين الحاجه هادي، رجعت لك الفورمه د العقرب. رقيه شافت في الدري الميت وما غمشاتش ليها العين وقالت هذا غير الميساج الاول السعديه، الزريق دابا غيوصلوا الخبر بلي الامبراطوره باقا حيه، زيدي نمشيو الدرب غادي يتقلب دابا. على بعد جوج ديال الزناقي من الخربه في طوموبيله كحله كان جالس الكوميسير نبيل، الكارو كان فمو وعيني حاضين الدرب، وملي سمع ديك التفرقيعه د الماغنوم طيح الكارو من فمو وديما بالطوموبيله بالسربه وجبد الفردي ديالو د الخدمه وقال هذا ماشي القرطاس ديال الدراري الصغار، هذا ماغنوم. المافيا بصح بدات كتصفي الحساب، المجزره بدات في سوق النساء. اما بالنسبه للدري الثالث د الكارتيل كان كيجري في الزناقي د سوق النساء بحال شي واحد هارب من عزرائيل، الشتا كضرب ليه في وجهه الغيس كيزلقو كيطيح وكينوض، والخلعه طيرات ليه العقل، ما بقاش كيشوف قدامه، كيشوف غير ديك الشارفه بالقفطان الكحل وداك الفردي اللي شعل في الظلام وصاحبو اللي طار راسو بقرطاسه وحده. وصل للشارع الكبير فين كانت الطوموبيل كات كحله كتسنى في الظلام. الدري طاح على ركابيه قدام الباب ديال الطوموبيله كينهش وكيضرب في الجاج بيديه اللي كيعشفو وكيقول حلو الباب. الزاج هبط بشويه، ريحه الكارو والدخان خرجات من الداخل. الزريق كان جالس اللور، عينو البيضاء الميته كتشوف في الدري بروده اللي قاتله وقال
فينا هما الدراري اللي معاك وفين هي السلعة داك البرهوش؟ الدري صار طريقه بالخلعة، دموع مخلطين ليه مع الشتا في وجهه، وقال مات المعلم. طيرات لي راسو بفردي قد دراعي، وديك الغليظة اللي معاها غرسات موس في صاحبنا الاخر، السلعة داتها المعلم. زريق عقد حجبانو، لقى وقف لي في يديه وقال شكون هادي اللي كتهضر عليها؟ جاوبو بالزربة داك الولد وقال ليه ما شارفة لابسه الكحل وشعرها مطلوق. قالت لي السلعة د العقرب كترجع للعقرب الام. الكلمة طاحت في الطوموبيله بحال شي قنبله. زريق داك الوحش اللي كيرعب كازا، داك الجبل اللي ما يخاف من والو، يديه بداو كيترعدو. طلق الكارون من صباعو فوق من الكوسان، عينو المزيانه توسعات بالصدمه، ويدو مشات بحركه لا اراديه لعينو البيضاء، كيحس بداك الالم القديم تلموس القرن كيتغرس ليه في العظم. وهمس الزريق بصوت فيه رعب اللي حقيقي ما عمرو حس بيه هادي 20 عام، وقال العقرب الام الشارفة د السوق هي الماضرينة، هي العقرب بقى حية. زريق عرف دابا بلي ديك اللي هبط عندها الحصيرة وتفرعن عليها في الصباح هي المؤسسة د الكارتيل، وهي اللي عوراتو نهار فكر يغدرها بأمر من ولادها. وغوت بالزربة على الشيفور وقال ليه ديماري طير من هاد السمر دابا، اتصل بإلياس الشاب قول لي الحساب القديم تفتح، والإمبراطورة كاينة في كازا. طوموبيلة طارت كتحرق الزفت هاربة من الدرب، وفي نفس اللحظة في الخربة القديمة الكوميسير نبيل طلع في الدروش، الفرديد الخدمة في يديه البيل شاعل كيقلب في الظلام. كانت واحد الريحة تما كان كيعرفها مزيان، الريحة اللي باقا سخونة كتعطعط في الدروش، ريحة القرطاس. وصل لسطح الضوء البيل طاح على الجثة د الدري د الكارتيل، الدم تخلط مع الماء الشتا في الأرض. نبيل قرب الجثة وشاف الضربة، قرطاسة وحدة من الماغنوم كطير النص ديال الراس. وتمتم نبيل وقال خدمة المحترفين هادي. هز البيل للجهة الثانية والقز اللي جا المهرسة والحفرة في التراب خاوية وفيها لي طراس ديال شي حاجة كبيرة بحال شي صاك كان مخبي تما. من بعد قال السلعة كانت هنا والمافيا جات تاخدها، ولكن شي واحد سبقهم، شي واحد عنده هاد الماغنوم وما كيزقلش. نبيل جبد التليفون عيط للمفتش إلياس وقال ليه إلياس صيفط ليا فرقة الشرطة العلمية الخربة راس الدرب بالسكات، كاين روح هنايا، وجمع ليا فرقة التدخل السريع، غنمشيو نيشان للدار د الحاجة رقية. اللعب كبر وهاديك الدار غادي تولي مجزرة الليلة إلا ما سبقناهمش. غادي نرجعو دابا للدار القديمة، الباب د الخشب تحل بالسكات، رقية دخلات والقفطان الكحل ديالها كان فاسك ولكن راسها كان مرفوع والماغنوم في يديها. من موراها دخلات السعدية كتافها العراض هازين داك الصاك الكحل الغليظ اللي عامر بقوالب العقرب. الرجولة والهيبة د السعدية بانت ديال بصح، ما بقاتش غير بياعة وشراية، ولات الدرع اليمين د المافيا. السعدية حطات الصاك في الأرض وتناهدات وقالت السوق خاوية الحاجة والسلعة رجعات للحضن أمها. رقية دوزات يديها على شعرها الفاسك وشافت في الدروج الفوقانيين. كوثر كان باقي مسدود عليها في البيت كتبكي وتضرب في الباب وكتقول خالتي طلقيني يا خالتي رقية غادي يقتلونا. رقية دارت إشارة للسعدية والسعدية طلعت في الدروج دقة دقة حلات الباب بالساوت، وكوثر خرجات كطير عينيها حمرين بالبكا والماكياج ساح ليها على وجهها. هبطت للمراح وشافت الصاك الكحل محطوط في الأرض، وشافت رقية اللي باقا شادة الفردي وقالت جبتوها. زريق ما لقاكمش. رقية جلسات في الكرسي ديالها حطات الفردي فوق من الميدة، شافت في كوثر بشوفها خلات البنت تبغي الأرض تشق وتبلعها وقالت زريق صيفط كلابو وكلابو دابا كياكلهم الدود في السطح د الخربة. كوثر شهقات وقالت قتلتوهم؟ واش حماقيتو خالتي؟ راه إلياس غيجي يقلب الدرب كامل، راه ولد الشاب ما غيطلقش منا. رقية ضحكات واحد الضحكة خارجة من قاع صدرها، ضحكة فيها الألم وفيها السم وقالت ولد الشاب إلياس كيحساب ليك كيبغيك وغيديك لإسبانيا، انت غير حشرة في اللعبة ديالو بنيتي. إلياس جا باش يستعملك ضدي باش يوصل ليا أنا. كوثر حركات راسها برفض كتحاول تكذب داكشي اللي كتسمع وقالت لا هو ما كيعرفكش، هو بغاني أنا. قالت لها رقية حبسي، إلياس كيعرفك مزيانة كوثر وكيعرف بلي الدم اللي كيجري في عروقك هو نفس الدم اللي كيجري في عروقه هو. رقية وقفات وقربت الكوثر وحطات يدها الباردة على حنكها وقالت باك اللي كيحساب لك مات في كسيدة هو رئيس الكارتيل الشمال. إلياس راه ولد عمك وانتي
حفيدت يا كوثر، الحفيدة العقرب. كوثر حلات فمها والنفس وقفات ليها، الكلمات دخلوا لها العقل بحال شي موس، وقالت لها حفيدتك؟ أنا بنت الكارتيل. وهنا كوثر طاحت على ركابها. الكتبة اللي عاشت بها حياتها كاملة تفرقعات، لايقة التيك توك والفوحان كلشي ولا كيبان لها تفاهة قدام هاد الجحيم، الدم اللي كيجري في عروقها. وسط من ديك الصدمة والبكا اللي كيخنقها، كوثر هزات راسها بالزغبة، عينها اللي كانوا عامرين بالدموع ولا فيهم واحد الشك اللي مخلط بالغديد. العقل ديالها بدا كيربط الخيوط وقالت حفيدتك؟ وقفات كوثر كترجف على ركابها، وبعد سكوت اللي طويل قالت إلا كنت حفيدتكم من لحمك ودمك، علاش باغا تلوحيني للحبس؟ علاش خبيتي ديك السلعه في الماريو ديالي باش يجيو البوليس يديوني ونغمل في عكاشه؟ واش هادي هي الحمايه العقرب؟ سعديه براسها ضغط، شافت فرقيه حتى السؤال كان كيدور لها حتى هي في راسها. باقيه ما مشاتش وبقات كتشوف كوثر من الفوق، ودارت واحد الابتسامه اللي بارده، ابتسامه شي لاعبه الشطرنج كتشرح للبيضق كيفاش يتحرك، وقالت لها كيحساب لك ديك اللعبه ديال الطحيل اللي درتي دازت عليا بنيتي. انا قيه اللي كنعرف العشبه من ريحتها قبل ما تكلع، ملي هبطتي الصاك الحقيقي وعمرتي لاخو بالزرع كنت عارفها، ولكن خليتك تيقي بلي انت اللي غلبتيني. كوثر صاعوا عينيها وقالت علاش خليتي البوليس يدخلوا ويلقاو داكشي؟ وقيه هبطات لعندها وشدتها مكتافها بواحد القسوه فيها حنان اللي غريب، وقالت الحبس كوثر قفز، ولكن قفز كيحمي. ملي الكارتيل دا عزوز كيهبط يقلب في الزناقي ما كيسولش، كيدبح ديريكت بحال داكشي اللي طال حميدو الطويل. كل بوليس داوك ديك النهار، واخا بتهمه اللي مصوره كنتي غتكوني في سيلون محروسه بالمخزن وبعيد على الجناوه والقرطاس التزريق والسمد. الياس ولد عمك كنت باغا نغبرك في الحبس باش نسالي قبي لهاد الكلاب هادو ونصفيها لهم في الزنقه براحتي، ومن بعد نخرجك. الحبس راه كتدخل وتخرج منه، ولكن القبره بنتي بابو كيتسد مره وحده. كوثر حلات فمها ما لقات ما تقول. هاد المرة اللي قدامها فكرت في كل شيء، ضحات بحريتها باش تعتق ليها روحها، والسعدية تنهدات بإعجاب كتشوف في الماضرينة ديالها بنظرة ديال التقديس، وقالت والله الحاجة إلا انتي سابقة الزمان ب100 عام. رقية ناضت وهزات الماغنوم وبدات كتعمر فيه بالقرطاسات اللي بقاو لها في الجيب، وقالت ولد شاب باغي يمسح الفرقة القديمة بمرة، ولكن الليلة غنوريو لهاد الجيل الجديد كيفاش كانوا كيتلعبوا الماتشات في ياماتنا. وفي ديك اللحظة الصقيل ديال الدار تحرس، ولكن ماشي بالدقان في الباب، واحد الصوت ديال شي ميكرو مكبر، الصوت اللي غليظ ومجهد جا من الزنقة برا زلزل الحيوط ديال الدار القديمة. وهذاك الصوت قال الحاجة رقية، الدار راها مزيرة محاصرة، طيحي السلاح وحلي الباب بشوية، معاك الكوميسير نبيل، راه ما كاين فين تهربوا. الضوء الزرق والحمر د البوليس كان كيسني في الزنقة، كيدخل من شقاق د الباب د الخشب، كيرسم خطوط د الخلعة في المراحض الدار القديمة. صوت الكوميسير نبيل في الميكرو كان كيتعاود وكيقول هبطي السلاح الحاجة رقية، الدرب كامل مسدود وفرقة التدخل السريع محاصرة السطوحة والبيبان، ما تزيديش تغرقي راسك. كوثر اللي يلا تفرقعات عليها حقيقة عائلتها، شدات في رجلها وتكمشات في القنت كالدرعات. السعدية بديك الهيبة والرجولة ديالها زيرات على الجنوية القرن، وقفت كالتماقية وقالت الحاجة واش نحلو ليهم؟ البوليس هادو ماشي اللعب، إلا تيرينا فيهم غير يغربلونا بالقرطاس. السعدية كانت كتهضر وعينيها كيدورو في القناة ديال الدار، ورقية بقات جالسة في الكرسي الوجه ديالها ما فيه حتى شي علامة د الخلعة. هزات الماغنوم، حطات صباعها على الزينات، ولكن ماشي باش تيري. ضحكات واحد الضحكة باردة خلات السعدية تستغرب، وقالت البوليس السعدية هما البياض قد الشطرنج، المخزن ما كنضربوهش بالقرطاس، المخزن كنسخوه باش يضرب لينا العدو الحقيقي. رقية ناضت وخشات الماغنوم في حزام القفطان الكحل، ومشات لجهة الباب الخشب الكبير اللي كيدقوا فيه البوليس. وقفت من مور الباب نيشان وقالت نبيل، نبيل عارفك كتسمعني الكوميسير، وعارفك طحتي على الدواس القدام ديال 2004 ذكي، ولكن زربت يا وليدي. في الزنقة الكوميسير نبيل نزل الميكروفون، هز يدو باش الفرقة ديال التدخل السريع دوك اللي لابسين الكحل ومقنعين يوقفوا ما يهرسوش الباب. قرب هو الباب والسلاح في يديه وقال حلي الباب رقية.
لا بسالة، الجثة اللي في الخربة راه لقيناها والقضية كحالت عليك. جاوباتو رقية بالزغبة وقالت ليه اللعب يلاه بدا وليدي نبيل، انا غادي نحل لك الباب وغنعطيك يدي دير فيهم المينوط، ولكن الا ديتي لي دابا غتدي غير مع شارفه هزه فردي وغادي تزقل راس الكبيره. نبيله قد حجبانو في الزنقه وقال اش كتخربقي؟ وقية كملات كلامها. زريق والياس الشهب راهم في الطريق لهاد الدار دابا في هاد اللحظه، جايين باش يهجموا عليا حيت عرفوني باقا حيه. الا بقيتو مبلوكين الزنقه بالضواو ديال الصافيط غيشوفوكم وغيهربوا لاسبانيا، وعمرك ما تحلم تشدهم، ولكن لا طفيتو الضواو وتخبيتو في الظلام ديال الدرب غيجيو حتى لعندكم برجليهم، وغتقدر تضرب الكارطيل كامل في دقه واحده. الاختيار ديالك السي الكوميسير، بغيتي راس العقرب ولا بغيتي الكارطيل كامل؟ الكوميسير نبيل بقى ساكت والعقل ديالو كيضرب وكيحسب. الهضره دقيه منطقيه 100%، هو عارف بلي الكارطيل هبط الكازا، ولا شد رقيه بوحدها عزوز ولادو غادي يغبروا. نبيل دار في البلاصه وعطى الاوامر بالراديو بالزربه، طفيو الضواو كاملين، الصافيطات يرجعوا اللور، الدراري ديال التدخل السريع تخباو في الدخله ديال الدرب، ومن مور الكرارس السوق وجدوا ريوسكم للاشتباك مسلح. الكارطيل جاي في الطريق، الضو الزرق والحمر طفى، الزنقه رجعات كحله، السقيل طاح بحال ليله، المخزن تبخر. والداخل في الدار السعديه كانت كتشوف فرقيه بصدمه، فمها محلول، وقالت الحاجه كي درتي لها؟ خليتي البوليس يوليو عساسه ديالنا يتسناو زريق. رقيه تلفتات لعندها عينها كيبغيو في الظلام وقالت الديب ملي كيبغي يهرب كيخلي جوج كلاب يتقاتلوا على العظم الجيفه. تحرك يا السعديه وهزي الساكت السلعه، ليله غادي نغبروا. كوثر ناط كتمسح في دموعها، الخلعه باقا شادها وقالت فين غنهربوا؟ الدرب كله محاصر، وخا البوليس مخبينا راه غيشوفونا الا خرجنا من الباب. وقيه تبسمات وقالت شكون قال لك غنخرجوا من الباب؟ هذيك البروشه، دار المافيا ديما فيها باب جهنم ما كيشوفوا حد. رقيه مشات بالزربه للخزين اللي من مور المراح فين كانوا كيخبيو العشوب، وشافت في السعديه وقالت لها السعديه دفعي معايا الخابيه الكبيره اللي في القنت. السعديه بدوك اكتاف العراض والقوه ديال الرجال اللي فيها، دفعات الخابيه بوحدها. الزليج تجرح تحت الخابيه، كانت واحد الزليجه اللي كبيره مربعه فيها واحد الحلقه د الحديد مصديه. وبدات رقيه كدوز يديها على ديك الحلقه وقالت هذا غار قديم من ايامات الاستعمار، كيدوز من تحت من سوق الدبان كامل، وكيخرج نيشان في الواد الحار اللي كيدير البحر. حليها السعديه. السعديه جرات ديك الحلقه بالشهد، العروق ديال يديها بانو، والباب د الحديد تحل وطلعت منه واحد الريحه الغموليه والتراب الفازك، الظلام كحل ما كيبان فيه والو. رقيه جبدات واحد البيل صغير من جيبها وشعلاتو وقالت هبطا يا كوثر زيدي قدامي. كوثر هبطات في الضوء وسط الحجر كترعد، ما حاملاش ديك الريحه الغموليه ولكن خايفه من الموت. والسعديه هبطات ومن موراها هز الصاك الكحل واللي كان ثقيل على كتافها والجنويه في يديها. رقيه كانت هي الاخرى، هبطات وسدات الباب د الحديد فوق منهم، غبروا تحت من الارض بحال الى الارض، شقاتو بلعاتهم. في نفس اللحظه اللي سدات فيها رقيه الباب تحت من الارض، في الدخله الدرب 3 ديال الطوموبيلات كاط كحلين وقفوا بالسكات بلا ضواو. هبطوا منهم 10 ديال الرجال لابسين الكحل وهازين السلاح الاوتوماتيكي الرشاشات. في المقدمه ديالهم كان زريق، العين الميته ديالو كدور في الظلام، والياس الشاب واقف حداه كيبتسم بثقه، كيحسب ليه غيدخل يذبح الحاجه وبنت عمو وياخذ كل شيء. وهمس الياس الشاب وقال الدار هي ديك الخربه، هرسوا الباب وما تخليو حتى شي روح كتمشى تما، ولكن بغيت رقيه حيه نصفيها لها بيديا. الدراري د الكارطيل زادو كيتمشاو في الدرب المظلم سلاح في يديهم، وقربوا الباب د الخشب ديال الدار. وفجاه الضوء ديال البروجيكتورات البوليس شعل في دقه واحده، ومن فوق من السطوحه ومن مور الخيام د السوق والزنقه ضوات بحال الى النهار. وتسمع الغوات البوليس هبط السلاح الارض دابا، طيح السلاح ولا غنتيريو فيكم. كان هذاك الغوات ديال الكوميسير نبيل بالميكروفون هو مخبي من مور الطوموبيله. والياس الشاب تصدم، الكدابه كوثر دارت لي القالب، ما كانش ضارب لي الحساب. زريق بحكم الخبره د الحباسات والحروب ما تردد حتى شي ثانيه، وغوت بالصوت ديالو المبحوح وقال القرطاس. وهز الرشاش ديالو طلق اول قرطاسات في جهه الضواو ديال البوليس، والزنقه تفرقعات. البوليس بداو كيردوا عليهم بالقرطاس. الزاج ديال الخيام هاد السوق كيطير،
صطافيطات كيضربوا بالقرطاس والدم. بدا كيسيل في كازا. المافيا والمخزن طاحوا في بعضياتهم والروينه ناط ديال بصح. وتحت الارض في داك النفق المظلم رقيه كانت غاديه كتسمع زلزال القرطاس فوق من راسها، وتبسمات ابتسامه الماضرينه العقرب الام، وشافت في السعديه وكوثر وقالت: سمعتوها البنات، هذه هي الموسيقى د الشطرنج، خليناهم كياكلوا في بعضياتهم وحنا غنمشيو نوجدوا المرحله الاخرى. تحت من الارض في داك النفق المظلم المندي القرطاس كان كيغوت الفوق في الزنقه. رقيه غاديه بالبيل كتشق في الطريق ديالها، والسعديه هازه الصاك وكوثر كترعد من موراهم. السكات ديال النفق كان كيخنق. كوثر ما قدراتش تصبر والعقل ديالها كان غادي تفرقع وقالت: خالتي، قلتي لي انا حفيدتك وبلي الياس ولد عمي، فهميني اش واقع، شكونتي؟ كيفاش هاد الصاك ديال عزوز طاح عندنا من الاول؟ رقيه وقفات ودارت لعندها والضوء ديال البيل ضرب ليها في وجهها اللي كيبان بحال شي خريطه د الحروب القديمه، وقالت: غادي نجاوبك بنتي، حيت اللي غيخرج من هاد النفق خصو يكون عارف راسو شكون هو باش يعرف كيفاش يموت ولا كيفاش يعيش. رقيه بدات كتعاود لها القصه من الجدر، كيفاش اسات كارتيل العقرب هي وراجلها المختار، كيفاش ولدات احمد واللي هو بات كوثر، وحتى عزوز الشاب اللي تلقب بهذا اللقب حيت كان زهره، حيت كان كيشبه الحاجه، وكيفاش عزوز طمع في الكرسي وتحالف مع زرياق اللي كان ديك الساعه يلاه بادي وكان اليد اليمنيه ديال الام العقرب، وهجموا على الدار الكبيره في الجبل. واحمد بات كوثر حاول يدافع على الام ديالو، ولكن عزوز قتلو بيديه. ومت كوثر اللي هي مرات احمد تخبات في الماريو، شاده بنتها رضيعه اللي هي كوثر كتبكي، ولكن القرطاس اخترق الخشب ومات وهي معنقه بنتها. كملت رقيه كلامها وقالت: ديك الليله الكحله هربت بي كنتي بقيتي لاد في يديا، وعميت زريق بالموس القرن باش نمنعو يشدني، وهبطت الكازا وتكمشت في الجلابه وسميت راسي الحاجه رقيه باش نربيك ونحميك من عمك عزوز. كوثر حلات فمها بالصدمه والسعديه اللي كانت كتسمع، زيرات على الجنويه في الظلام وقالت: ولكن الحاجه، الا كان عزوز هو ولدك، هو اللي باغي يقتلك، كيفاش داك النهار دخل عندنا للدار كينزف وهددنا وخلى لنا الصاك ديال السلعه؟ علاش ما عرفكش وعلاش ما قتلكش ديك الساعه؟ رقيه تبسمات واحد الابتسامه ماكره، الابتسامه د الماضرينه اللي محكمه في كل شيء، وقالت: وراه تما فين كاين القالب السعديه، ديك الليله البوليس كانوا هجموا العزوز على الديبو ديالو في سيدي مومن، تضرب بالقرطاس والسلعه مشات، بقى لي غير داك الصاك، وبغى يغبر وجهه للجبل باش يهرب. عزوز كان محتاج شي بلاصه يخبي فيها السلعه، بلاصه ما يطيحش عليها المخزن. وشكون اللي نعتو لينا؟ هنا العينين ديال السعديه وساعوا وقالت: ولد بارحال، داك الشماته اللي كيجيب العشوب. هي تقول لها: رقيه تماما، ولد بارحال بحكم كان هو اللي كيجيب لينا السلعه الاولى فاش كنا غير كنضمقوا، وانا كنت كنعرفو كيخدم مع ولدي وكنت حاضيه معاه من البعيد باش ما يوصلش لينا، خصوصا ملي سمعتو هبط الكازا. ولد بارحال قال لعزوز: راه كاينه واحد الشارفه ناضيه مقطوعه من شجره كتبيع العشوب، نخبيو عندها الصاك. هذاك النهار فاش خديتي الصاك من عند ولد بارحال، عزوز دخل علينا للدار في الظلام كينزف ديخ، عينيه مضبوبين، وغدا 20 عام ما شافني، وفي عقلو موقية مات شحال هادي، وملي شافني كنت مهبط راسي وملتمه بالزيف، شاف داكشي اللي بغا يشوفو، غير شافه خايفه، هددنا وزاد في حالو للجبل. كوثر مسحات دموعها، العقل ديالها بدا كيربط الخيوط، وهي تقول: وإلياس كيفاش دخل في الخط؟ رقيه شافت في كوثر بشوفه فيها شفقه وقسوه في نفس الوقت، وقالت: عزوز ملي طلع للجبل الجراح ديالو تعفن، ما قدرش يهبط الكازا، صيفط ولدو إلياس باش ياخذ السلعه من عند ديك الشارفه. إلياس جا للدرب وشد ولد بارحال وسلخو حتى عطاه الخبار كامله، ولكن إلياس بالمكر د المافيا ما بغاش يهجم ديريكت باش ما يضيعش السلعه، بدا كيراقب الدار وشاف كوثر. رقيه قربات الكوثر وحطات يدها على كتافها وكملات. إلياس ملي كان كيعاود لباه عزوز في التليفون على التفاصيل ديال الدار، قال ليه: ابا، هاد الشارفه سميتها رقيه، مع واحد المستاشة سميتها السعديه، وبنت زهره في عمرها 20 عام سميتها كوثر. تما عزوز تضرب بالضو في الجبل، السميه رقيه، السن ديالك، وداكشي اللي شاف ديك الليله في الظلام. وعزوز جمع الخيوط وعطى الامر لولده وقال ليه: ديك الشارفه راه هي جداتك، وديك البنت راها بنت عمك الوارثه الشرعيه، تقارب منها وعرف البلاصه ديال السلعه وذبحهم
بجوج باش الكارطيل يبقى ديالنا بوحدنا. كوثر طاحت على ركابها في الغيس ديال النفق. الكذبه الحب اللي عاشتها مع الياس تفرشات. كان داكشي كامل كيديرو باش يلقى السلعه، كان كيعنقها باش يذبحها. الياس ما كانش العشيق اللي غيديها لاسبانيا، كان هو الجلاد اللي صيفطو عمها. الساديه دفلات في الارض بالغديد، هزات الصاك فوق من كتافها بالجهد وقالت ولاد الحرام لعبوها لعب، كيحسب لهم حنا غير دجاجات. وقيا ضوات بالبيل لقدام، وتما بدا كيبان واحد الضو خافت ديال القمر، وريحه الملوحه د البحر بدات كتدخل مع النفق. من بعد قالت ولكن نساو بلي العقرب ما حدو كيكبر، ما حد السم ديالو كيزيد في الجهده السعديه. خلينا البوليس كيطحنوا في الدراري ديال الياس الفوق، وحنا غادي نخرجوا للضو وغادي نقلبوا الطابله على كازا كامله. زيدوا تحركوا، الليل مازال طويل. النفق كان غادي وكيضياق، الماء الشتا بدات كتسيل مع الحيوط الحجر القديم. صوت القرطاس الفوق بدا كيغبر شويه بشويه، وفي بلاصتو جا الصوت الامواج اللي كتضرب في الصخر د البحر. كوثر كانت كتجر رجليها غير الزلزوليه والصدمه هلكوها، ولكن الخلعه من داكشي اللي جاي خلاتها مكمله الطريق من مور جداتها والسعديه بحال شي وحده منومه مغناطيسيا. وصلوا لواحد الباب د الحديد غليظ مصدي وكله تقابي كيسد المخرج د النفق اللي كيطلع على واحد الزنيقه مهجوره في المرصى. رقيه حطات البيل في فمها، جبدات واحد الساروت كحل طويل من جيب القفطان. والسعديه كانت كتنهج من اللور وقالت الحاجه فين غنخرجوا دابا؟ كازا كامله غتكون مقلوبه علينا هاد الليله. زريق الا فلت من البوليس غيقلب علينا حجره بحجره. رقيه خلات الساروت كيدور في القفل الغليظ وجاوبتها ببرود وقالت زريق السعديه كيعرف غير الدم، ما كيعرفش يلعب الشطرنج. كيحسب لكم ديك نوكيا القديمه اللي جبت من تحت من التراب، هاي طبيها للجبل باش نتسناهم يضربوا الطريق حتى الكازا الخاوي. لا بنتي، العقرب ديما كيخلي الشبكه ديالو قريب عليه. الباب د الحديد تحل، ورقيه دفعاتو بالجهد وضرباتهم. واحد الريحه اللي مجهده الشتا مخلطه مع ريحه الحوت د المرصى. خرجوا من النفق ولقاو ريوسهم في واحد الزنيقه مضيقه مظلمه قريبه للميناء. الشتا كانت كطيح خيط من السما. الضوء الاحمر د شي بلاكه قديمه في الشارع الكبير كيعكس في الزفت الفازك، كيرسم خطوط بحال الدم في الارض كازا. وتما وسط من داك السقيل وتحت من الشتا اللي كتنقط، كانت كتسناهم واحد الحاجه ما تطيحش في البال. واقفه قدامهم واحد المرسيدس 240 قديمه، من دوك الطاكسيات الكبار اللي كلاو الدق في الزناقي د كازا. الصباغه ديالها البيضه كتلمع تحت الضوء الاحمر، والسويكلاص دزاج خدامين بالزغبه. الموتور ديالها كان كيزمجر كيدير داك الصوت ديالو، كيبين بلي الماكينه اللي لداخل مبريباريا ماشي عاديه، ماشي طاكسي عادي وماشي طوموبيله اللي عاديه. هذه كانت دبابه مخبيه في توب طاكسي، وغي شافتو مقيه البيبان ديال ديك المرسيدس تحلوا دقه واحده. هبطوا منها 4 ديال الرجال طوال وكتافهم عراض، لابسين كبابط كحلين طوال ديال الكوير، ما بينش فيهم بلي هازين السلاح، ولكن الوقفه ديالهم كتبين بلي راهم مسلحين من راسهم لرجليهم، ماشي البراج د الكورنيش اللي غير العياقه الخاويه بحال اللي مع الياس. هادو رجال اللي كبار الشيب في لحيتهم، والوجوه ديالهم محفوره بليطراس د الحروب القديمه د الكارتيل. رجال عروقهم عامره بالدم والبهود، كيعرفوا الموت كثر من ما كيعرفوا الحياه. رجال ب4 زادوا لجهه رقيه، وفي ديك الشتا اللي كتصب هبطوا كاملين، وهبطوا ريوسهم بواحد الاحترام عميق، احترام الماطرينا. والنطق الكبير فيهم اللي كان واحد الراجل عنده واحد السيكاتريس في حنكو، صوتو كان حرش بحال الرعد، وقال على سلامتك لاقيه. 20 عام وحنا كنتسناو هاد الليله، وكنتسناو غير الاتصال ديال ديك نوكيا بيل ديالك. الخلايا ديال الظلام باقيين على العهد، الكارطيل القديم راه واجد تحت الاوامر ديالك. السعديه حلات فمها الجنويه د الكرن طاحت ليها من جنبها بالصدمه. هي اللي دوزات سنين كتحمي الحاجه، يلا عرفات بلي الحاجه تقدر تحمي كازا كامله بالجيش النائم ديالها. كوثر تكمشات في بلاصتها من مور السعديه، الخلعه اللي كانت فيها تبدلات بواحد الرهبه خياليه. هادو ماشي عصابه الزنقه، هذا جيش مخلص لجدها مستعد يموت على قبلها في اي لحظه. هادشي كبر من كاع داكشي اللي كانت كتشوفو في الافلام. رقيه هزات راسها، شوفها ديالها ولات قاصحه ومبدله، زادتها في الهيبه وقالت طال الغياب ادريس، وليني الدم ما كينشفش. عزوز ولدو الياس راهم دابا حاصلين مع البوليس في سوق النساء، بغيتكم تخرجوهم من تما، ولكن ماشي باش تعتقوهم. رقيه قربات لدريس، عينها الكحلين كانوا كيبريو في الضوء
الحمر وقالت: زريق وإلياس ولد الشاب بغيتهم عندي حيين، جيبوهم للديبو القديم اللي في طريق مديونة. الليلة غنحاكم ولاد الكارتيل بيديا، غنوريهم بلي اللي كيخون العقرب كيموت بالسم ديالها. داكشي اللي كنت دايره بحسابو تفرش وما خلاوش ليا الاختيار. دريس حدا راسو بالطاعة العمياء وقال: الأوامر واضحة لالا، الدراري د الخلايا الآخرين راهم محاصرين الدرب من اللور، غنتسناو البوليس يعياو وندخلو نخطفوهم من وسط من الروينة. رقية دارت لعند السعدية وكوثر وقالت: ركبوا في الطاكسي، ليلة غنباتو في الديبو وغنتسناو الضياف ديالنا يوصلوا. السعدية لاحت الصاك ديال السلعة في الكوفر ديال ديك المرسيدس اللي الموتور ديالها كيشخر ويزمجر بحال شي وحش باغي ينقص، وركبات هي وكوثر النور. رقية ركبات في القدام ودريس سد الباب وعطى الإشارة للرجال ديالو في الشارع باش يتحركوا للدرب سوق النساء. طاكسي ديمارا، الرويد ديالو حرقو الزفت التلفازك وغبر في الزناقيد كازا المظلمة تحت الضواو والشتا اللي كتصب. شاق طريقو للديبو القديم فين غتكون المحاكمة الكبرى. العيالات هربوا، ولكن هربوا باش يوجدوا حبل المشنقة الكارتيل. طاكسي المرسيدس 240 البيضة شق الظلام في كازا، الشتا كتنقط على الزاج، السويكلاس كيمسحو الماء بالزربة. طاكسي وقف بواحد الخبطة د الفران في واحد الخلا بعيد في طريق مديونة. الديبو القديم، الكورنا د كازا القديمة، بلاصة اللي مهجورة هادي سنين، ريحتها باقا عاطية بالصدى والدم. بيبان هاد الحديد كبار ومصدين والظلام فيها كيخوف كتر من المقابر بالليل. رقية هبطات من الطاكسي، وقف طال الكحل ديالها كيتجرجر في الغيس. دخلت للكورنا متبوعة بالسعدية اللي هازة الصاك ديال السلعة، وكوثر اللي باقا كترعد من البرد ومن الصدمة د الخيانة. لداخل كان السقيل كيصفر، سناس الغلاط د الحديد اللي كانوا كيعلقوا فيهم اللحم باقيين هابطين من السقف كيتجرجروا بشويه مع البرد اللي كيدخل من الشراجم المهرسين. ورقية لقات واحد الكرسي د الخشب قديم وسط من ديك الروينه، مسحاتو وجلسات فيه بواحد الهيبه، حطت الفردي الماغنوم فوق من فخاطها وبقات كتسنى. ومسات السعديه وهي كتشوف في السناس الغلاط وقالت: الحاجه هاد البلاصه كتصير الخاطر، واش دريس غيقدر يجيبهم من وسط داك القرطاس د البوليس؟ رقية ما جاوباتش في البلاصه، بقات كتشوف في الباب وقالت: دريس تربى في الجبل السعديه كيعرف يخطف الفريسه من فم السبع. تسناي وتفرجي، ما دازتش نص ساعه حتى تفرقع السقيل بصوت الموطور مشهد. واحد الفارغونيت كحله ما فيهاش الماتريكول، دخلت بالزربه لوسط من الكورنا ووقفت بواحد الفران ساك. البيبان د اللور تحلوا بالشهد وهبطوا رجال دريس، وغوت دريس بالصوت ديالو الحرش وقال: ازيد هذاك الشماته لقدام. تلاحوا جوج ديال الرجال في الارض مطيحينهم على ركابهم في الغيس ديال الكورنا، كانوا مربوطين بالسلاسل من يديهم ومغطين لهم ريوسهم بالخناشي الكحلين. الياس الشاب كان كيغوت ويتلوى وكيقول: طلقوا مني يا ولاد الكلاب، واش عارفين شكون انا؟ غنقطعكم طراف وغنوكلكم للكلاب، الكارتيل غيمسحكم من الخريطه. اما زريق فكان ساكت. داك الوحش اللي كيرعب كازا حس بواحد البرود في العظم ديالو، حيت الطريقه باش تخطفوا من وسط من الدخان د القرطاس والطريقه باش هاد الرجال خدموا بالسكات فكراتو في يامات العز د الكارتيل القديم. دريس قرب لرقية وحده راسو وقال لها: جبناهم على اللاقية، البوليس كيحسب لهم هربوا. ورقية هزات يدها بشويه وقالت ليه: حيد لهم الخناشي يا دريس، خليهم يشوفوا القاضي ديالهم. الرجال جاروا الخناشي بالجهد من ريوسهم. الياس الشاب هز راسو وهو كينهج، كان كيتسنى يشوف شي رئيس شي عصابه منافسه، ولكن ملي الضوء الخافت د الكورنا ضرب في الوجوه، العين ديالو طاحت على كوثر اللي واقفه من مور الكرسي، ومن بعد هبطت لديك المراه الشارفه اللي جالسه لابسه الكحل وحاطه الماغنوم على حجرها. زريق طاح لقدام على يديه المربوطين وبدا كيترعد وقال: العقرب الام لاقيه. الياس تصدم اللي طاح في الفخ، ولكن حيت كان عارف الحقيقه حاول يكابر ويبان قاصح، وخا الخلعه كانت شاداه، وتبسم واحد الابتسامه صفراء ومريضه وقال: العقرب الام وحفيدتها. الوالد عزوز كان عنده الصح ملي قال لي: ما نستهنش بيك، كان خاصني نصفيها ليكم بيدي في الدار بلا ما نتسنى الدراري ديال زريق. بالنسبه لزريق فما قدرش يكابر بحال الياس، شاف ديريكت فرقيه ديك العين البيضاء الميته ديالو بحال الا عطاتو الانذار. الوجع د الموس د القرن رجع ليه العظم، المواجهه وجها لوجه مع الماضرينه بعد 20 سنه فشلت ليه ركابي.
رقية ناضت بتقولها قربات الإلياس اللي كان كيحاول يبان بلي راه صليب شديد، وقالت ليه باك صيفطك باش تمسح الغلطة ديالو بشحال هادي. استغليتي بنت عمك اللي من لحمك ودمك كيحسب ليك غتلعب بيا كيما لعب باك باها. كوثر اللي كانت ساكته مابقاتش قادره تصبر، تقدمات لقدام، عينيها كانوا حامرين بالبكا والغديد، وقفت لي فوق من راسو وقالت ليه كنتي عارف ياك الياس. بدات كتبكي وكملات كلامها وقالت كنتي عارفني بنت عمك وعارف بلي الورث ديالي، مثلتي عليا الحب وبستي ليا راسي وقلتي لي غنمشيو لاسبانيا غير باش نوريك البلاصه د السلعه وتذبحني من موراها. الياس ملي شاف الموت كدور بيه حاول يرجع للعبه القديمه وبدا كيتباكى ويطلب ويقول كوثر غير سمعيني، الوالد هو اللي بزز عليا هادشي، والله انا ملي عرفتك وليت كنبغيك بصح. كنت باغي ناخذ السلعه ونهربوا بجوجنا ونخليهم ياكلوا بعضياتهم، ما تيقيهاش. ورقيه ضحكات باستهزاء ورجعات للور، هزات الفردي الماغنوم، حلات الشارجور وخوات القرطاسات كاملين في يديها، خلات غير قرطاسه وحده سداتو ودوراتها بالزربه وقالت غتكون عارف اللعبه ديال الروليت الروسيه. رقيه ما وجهاتش الفردي لإلياس، رقيه دارت ومدات الفردي لكوثر، وهنا الكورنه سكتات والسعديه حلات فمها ودريس ضيق عينيه، وكوثر كانت كترعد كتشوف داك السلاح الكحل الثقيل اللي في يد رقيه وممدود ليها. وسمعت رقيه قالت هذا اللي راك قدامك هو الجلاد اللي صيفطو عمك. الدم ما كيتغسلش بالماء كوثر، كيتغسل بالدم. شدي الفردي قديه ليه لجيتو وركي عليه، الا خرجات خاويه الزهر عاتقو، وإلا خرجات عامره غتكوني خديتي طارك بيديك وغتستاهلي تكوني الحفيده العقرب. الياس بدا كيبكي بالدموع، الخوف الحقيقي بان في وجهه وقال كوثر لا راني ولد عمك ما تقتلينيش عافاك. اما كوثر فاش دات الماغنوم اللي كان ثقيل بزاف في يديها عينيها كانوا عامرين بالدموع، كتشوف الشاب اللي كان كيقول لها حياتي ودابا طايح قدامها كيبكي ويطلب فيها. يد كوثر طلعت بشويه الفؤاد الفردي تكدات نيشان في اتجاه الياس، وكوثر سدات عينيها حطات صبعها على السينات راسها تبقى على الجهد ديالها اللي بقى ليها في قلبها المارس، وتسمع الصوت ديال الفردي في السقيل، ولكن الضربه كانت خاويه. والياس الشاب طاح لقدام على وجهه في الغيس ديال الكورنه كيبكي ويشهق بحال شي دري صغير كان كيحسب ليه راسو غادي يطير. كوثر حلات عينها بالزربه وهي كتشهق بالجهد، يديها كترعد والماغنوم الثقيل طاح ليها في الارض. كانت كتسنى تشوف الدم ولكن ما شافت غير الشماته اللي كان كيمثل اللي كيبغيها كيتمرغ في الارض بالخلعه. ورقيه زادت بشويه هبطات وهزات الفردي ديال الماغنوم وحلات بلاصه القرطاس ديالو قدام كوثر، والفردي كان خاوي تماما ما كانت فيه حتى شي قرطاسه. وكوثر قالت خالتي الفردي كان خاوي، وانا كوثر طاحت على ركبها من كثره العيا ديال الاعصاب. رقيه حطات يدها على راس كوثر بحنان اللي غريب وقالت بواحد الصوت اللي رزين بغيت غير نشوف واش قلبك قاصح بحال قلب باك احمد. وفعلا عندك القلب د العقرب بنتي، ولكن الدم ديالنا غالي ما غنوسخوش لك يديك بواحد الشمعته بحال هذا. رقيه دارت لعند دريس القائد الخلايا ديال الظلام وقالت ليه دريس هبطوا هاد الجوج في دوك البودرات هاد الحديد اللي في الوسط وزيروا لهم السناس المزيان. رجال دريس جاروا الياس وزريق هبطوا مع دوك البودرات د الكورنه. زريق كان كيشوف رقيه ديك العين الميته عارف بلي هاد المراه ما كتلعبش. رقيه قربات لإلياس وخشات يدها في جيبو، جبدات التليفون ديالو وقالت ودابا جا الوقت باش نهضر مع ولدي اللي ما شفتوش هذه 20 سنه. دوزات النمره د عزوز اللي كانت مسجله في التليفون ديال ولدو. صونا التليفون 3 ديال المرات والخط تجاوب، وتسمع الصوت ديال عزوز كيقول الياس فين غبرتي هذاك البرهوش، واش صفيتي لديك الشارفه وجبتي السلعه. الصوت ديالو كان كيبين بلي راه في الجبل كيتسنى الخبار. ورقيه سكتات واحد الثانيه من بعد نطقات بداك الصوت البارد المبحوح اللي عزوز ما نساهش واخا دازت 20 سنه، وقالت الشارفه اللي كتهضر عليها هي اللي هزاتك في كرش هاد 9 شهور عزوز، وهي اللي غتحفر لك قبرك الليله. في ديك اللحظه في القصر اللي في الجبل التليفون كان غيطيح لعزوز من يديه، الدم نشف لي في عروقه وقال امي. قالت لي ما تعيطش ليا امي قتال خوه. سمعني مزيان هذاك الكلب، ولدك الياس مربوط قدامي بحال شي جرو كيبكي، وحفيدتي كوثر معايا وصاكت السلعه ديالك حتى هو معايا،
حنا مجموعين في الكورنه القديمه كازا اللي في طريق مديونه. الا كنتي راجل ومحسوب على الكارتيل جمع كلابك كاملين وهبط لكازا تفك ولدك وسلعتك غنتسناك. بقية قطعات الخط بلا ما تسمع الجواب، وعزوز في الجبل بغا يحمى قبل غدا يدوز السم. الغرور ديالو كابوسط الكارتيل ما غيسمحش ليه يتهزم قدامو اللي كيحسب ليه مات. غوت في رجال الجبل كاملين وقال وجدوا الكاطكاطات كاملين، وجدوا السلاح الثقيل، غنهبطوا لكازا الليله نغربلوا الكورنه باللي فيها تحركوا. عزوز خوات ليه الدار الكبيره في الجبل وهبط بالجيش ديالو كامل لكازا، وهذا هو الطعم اللي بغاتو رقيه. ولكن المدرينا ما حساتش هنايا. دارت لعند دريس، خدات من عنده واحد تليفون نوكيا قديم ديالو، دوزات نمره ثانيه. هاد المره النمره كارتيل الشرق، المافيا اللي كان عزوز كيتعامل معاهم وهما عندهم نص في السلعه الاصليه اللي شدات ليه في الديبو. كي داز الخط قالت الو الغول معايا. الغول كان الزعيم ديال الكارتيل ديال الشرق، واللي جاوب باستغراب وقال شكون كيهضر؟ قالت لي انا فاعله خير، بغات ترجع لكم الهبه ديالكم اللي مسح بها عزوز الشاب الارض. السلعه ديالكم اللي قال لك البوليس داوها راه كيكذب عليكم. عزوز مخبي السلعه، واليوم بالليل راه هابط الكازا الكورنه القديمه ضد طريق مديونه باش يبيعها لوحدين اخرين. الا بغيتو نزقكم وراسة عزوز راه تما غتلقاوهم. وقطعات عليه الاتصال. الياس اللي كان مربوط سمع هاد الشي وعيني باغيين يخرجوا من بلاصتهم، وقال لها اش كدير هذيك الشارفه؟ غيطي الكارتيل ديال الشرق غيطحنونا كاملين، غتولي مجزره. بقيت جاهلات ودارت لعند دريس وقالت دريس عيط الكوميسير نبيل من شي نمره مجهوله، قولي الكارتيل الشمال وكارتيل الشرق غيتلاقاو الليله في الكورنه القديمه ومعاهم عزوز الشاب شخصيا، خليه يجيب الفيقه ديال التدخل السريع كامله. السعديه حطات الصاك ديال السلاح حدا رجلين الياس ووقفت مصدومه من هاد الدماغ الشيطاني ديال الحاجه وقالت الحاجه جمعتي لهم كارتيل الشرق وعزوز والبوليس في دقه واحده. بدات السعديه كتمسح في العرق ديالها ورقيه، قادات القفطان ديالها وعينيها كانوا كيبريو بالانتصار، وقالت الكورنه السعديه بلاصه كيذبحوا فيها الحواله، واليوم غيذبحوا فيها كبار المافيا بعضياتهم. رقيه دارت لعند كوثر ودريس وقالت الساك السلعه غيبقى هنا، وهو الطعم اللي غيخلي البوليس وكارتيل الشرق يتيقوا بلي عزوز جا باش يبيع، وحنا غادي نركبوا في الطاكسي البيضاء وغادي نخليو هادشي كله من مور ظهرنا. السعديه حلات عينيها بالاستغراب وشافت في الساك الكحل اللي عامره سلعه كتسوى الملايين. من بعد شافت فرقيه وقالت ايوا الحاجه هاد الساك كنا غنموتوا على قبله وما خلينا ما درنا وتقاتلنا مع الموت براسو، في الاخر غادي نسمحوا فيه هكا ونخليو العزوز والبوليس. رقيه تبسمات ديك الابتسامه الماكره ديالها، ابتسامه الماضرين اللي كتشوف داكشي اللي ما كيشوفوش الاخرين، وحطات يدها على كتاف السعديه وقالت كتثقي فيا السعديه ياك؟ السعديه حضرت راسها وقالت كنثق فيك الحاجه، رقبتي في يدك من نهار عرفتك. ورقيه زيرات لها على كتافها وعينيها كيبريو في الظلام ديال الكورنه وقالت ايوا غير سكتي وشوفي، راه هاد الصاك كيف والو قدام داكشي اللي غتشوفي اليوم. كوثر مسحات دموعها ووقفات مقاده، القوه د العقرب بدات كتبان فيها وقالت وفين غنمشيو خالتي؟ ورقيه شافت في الظلام د الليل برا الكورنه وتبسمات وقالت عزوز الكلب غيهبط الرجال ديال الجبل كاملين لكازا، ودابا خلى القصر ديالو خاوي كيصفر، وحنا غادي نطلعوا دابا للجبل. يلا تحركوا للطاكسي البيضاء. الشتا كانت كتصب خيط من السما في كازا بحال الا السما براسها كتوصل للزناقي من الدم اللي غادي يسيل هاد الليله. في الكورنه القديمه السقيل كان مرعب، كيقطعوا غير الصوت الماء اللي كيقطع من السقف المهرس. الياس وزريق مربوطين بالسناس الغلاظ مع البودرات د الحديد في الوسط كيتسناو غير الموت. وزريق حدا راسو العين الميته ديالو شافت في الارض وعارف باللي اللعب ساهله وبلي الماضرينه حفرات لهم قبرهم مجموعين. اما الياس الشاب اللي كان كيحسب راسو غيولي السبع د كازا دابا راكع في الغيس كيتراعد بالخلعه بحال شجرو فازك. رقيه بداك القفطان الكحل وشعرها اللي فيه الشيب والوشام اللي تحت فمها اللي كيعطيها هيبه العيالات الحرات الزمان، تقدمات بخطاوي ثابتين، خطاوي دمرة كتحكم في الموت والحياه. ما تسوقاتش لإلياس وزريق، وشافت في دريس اللي كان واقف حدا المرسيدس البيضاء طاكسي، واخا كان كيبان قديم وكله عامر بالسونطوفير، الموتور ديالو كان كيزمجر بحال شي وحش مسعور باغي يطير في الظلام. وقالت دريس قديتو الشغل؟ دريس حدا راسو باحترام وقال كلشي هو هذاك لالا رقيه،
الدراري الخلايا انسحبوا كاملين من الكورنا باش ما يطيحوش في الشبكه ديال البوليس. خلينا غير الكشكوشه، وهذا دري خفيف مخبي الفوق في السطح ديال الكورنا، ما غادي يشوفوا حد، بغا يحضي السقف ويبقى عاس. وملي طاحنوا الكارطيلات ويدخلوا البوليس غادي يصوني لي يعطيني الخبر بالتفاصيل. رقية حركات راسها بيضاء، هذا هو اللوجيك د العقرب، كضرب الضربه وكتخلي عين كتشوف من الفوق. دارت لعند السعديه وكوثر. السعديه كانت واقفه بحال شي حيط، لابسه ديك الجلابه القهويه اللي كتغطي كتافها العراض، والموس د الكارن باقا شاده في يديها. وكوثر مسكينه باقا باللبسه د الصقلي، شعرها فازق لاصق على وجهها، عينها منفوخين بالبكا، ولكن ديك الشوفه الضعيفه مشات. بلاصتها بانت واحد القسوه اللي غريبه، بحال الا ولات وحده جديده بنت العقرب والوريثه ديالها. رقية نطقات وقالت ركبوا في الطاكسي. والسعديه وهي كتطلع في المرسيدس البيضاء شافت في الصاك الكحل اللي عامر بالسلعه، الملايين ديال الفلوس مليوه في الارض. هذا الياس دفلات بالغدايد وقالت والله الحاجه الى هاد الصاك كيبقى فيا كنا نقدروا نديوه زعما. تقاتلنا مع الموت على قبل، في الاخر غنسمحوا فيه هكاك العزوز والبوليس. رقية زيرات لي على كتافها وقالت ركبي السعديه، ما نعاودش الهضره، راه هاد الصاك الوسخ كيف والو قدام داكشي اللي غتشوفي الليله. كوثر ركبات اللور ساكته كتشوف في كازا من الزاج وكتسائل واش غترجع تشوف هاد المدينه مره ثانيه. وقيا ركبات لقدام حتى دريس اللي ديما الطاكسي البيضاء بالزربه، ورويض دارو وحاقو الزفت، والسياره غبرات قاصده طريق الخروج من المدينه. غادي نرجعوا دابا للكورنا، ولكن بعد ساعه سكت الكورنا تفرقع بالصغاريت الرويض واصوات الفرانات، وهاد القافله ديال كاط كحلين عامره برجال المسلحين ديال عزوز الشاب. رجال الجبل اللي ما كيرحموا ما كيشفقوا هرسوا الباب د الحديد ودخلوا للكورنا بفرانسيك. البيبان تحلوا في دقه، وعزوز الشاب هبط كان فازق، جنبو كان باقي كيدورو حيت هبط وهو شاد فيه، وهز الفردي في يديه وقال فين هي ديك الشارفه وفين هي السلعه. الياس كان مربوط وغيشاف باه هو يغوت بهستيريا وقال با هرب، هذا فخ، الحاجه ما كايناش هنا. عيطات الكارطيل الشاق والبوليس باش تجمعنا كاملين. عزوز وقف في بلاصتو، العقل ديالو ما بغاش يتقبل بلي مو ديك العجوزه اللي كيحسب ليه مات هادي 20 سنه قادره تلعب بيه هاد اللعب كامل. وقال ليه سد فمك ياك البرعوش. كارطيل الشاق في الشاق اش غيجيبهم؟ ما كملش كلامو حتى تفرقع الباب الاخر د الكورنا. طوموبيلات كارطيل الشاق رجال الغول دخلوا كيطيروا، هبطوا رجال بزاف مسلحين بلي كلاشينكوف. الغول الزعيم ديالهم شاف عزوز واقف على الصاك د السلعه وقال الخائن، كتقول لينا البوليس داو السلعه وانت مخبيها في الكورنا باغي تبيعها وتضربها بوحدك، ليله غنشربوا دمك يا عزوز. عزوز تصدم، الدائره ضاقت عليه وقال ليه الغول سمعني، هذا قالب ملعوب علينا بجوج، راه ديك الشارفه. وهنا غوت الغول وقال طحنوهم. والقرطاس بدا كيشير، والكورنا ولات حمام ديال الدم. السناسل د الحديد كيضرب فيهم القرطاس وكيطلقوا الشرارات. رجال الجبل ورجال الشرق كيطاحنوا. الياس وزريق مربوطين في الوسط كيتسناو شي قرطاسه طايشه نهي ليهم هاد العذاب. عزوز كان كيدافع باستماته، كيتخبى من مور البودرات، كيبين بلي راه بوس ديال بصح، ولكن الكثره كتغلب الشجاعه. وفي عز ديك الروينه تسمع الصوت اللي كيجمد الدم في العروق، صوت البوليس. الضوء الزرق والحمر ضرب في الحيوط د الكورنا من الشراجم الفوقانيين. الفاقه ديال التدخل السريع بالمدرعات ديالهم بقياده الكوميسير نبيل حاصروا الكورنا من كاع الجويه. وتسمع المكبر ديال الصوت ونبيل كيقول البوليس حطوا السلاح ديالكم كاملين، المكان محاصر، ما عندكم فين تهربوا. عزوز الشاب طاح على ركابيه، شاف الصاك الكحل اللي كان حدا ولده، داك الصاك د العشوب اللي خلاه بيديه في الدار ديال ديك الشارفه. داك الصاك اللي كان كيحسب ليه راه مخزون عند الشارفه، صدق هو حبل المشنقه اللي دارتو ليه مو في عنقو. اللعبه سالات. غادي نرجعوا دابا للطاكسي البيضاء في طريق الجبل. المرسيدس البيضاء كانت شاقه طريق الجبل المظلمه واللي كلها فراجات. الشتا بدات كتصحى، والضوء ديال القمره بدا كيبان بين السحاب، كيضوي على الجبال اللي كيبانوا بحال شي وحوش ناعسه. رقيه جالسه لقدام وشافت في المرايه الجنب الضوء ديال المدينه من موراهم كيبان من بعيد. التليفون ديال الدري الصونه وجاوب. سمع واحد شويه من بعد قطع وقال الكشكوشه عيطه لالا. الكورنا ولات مقبره. كارطيل الشاق وعزوز كلاو بعضياتهم، والبوليس دخلوا جمعوا الشطابه باللي فيها
عزوز تشد والسلعة طاحت في يد المخزن. سعدية تنهدات تنهيدة ديال الراحة، ولكن بقى حاسة بالقلب ناقص، وقالت وحنا الحاجة فين غادي في هاد الخلا؟ واقية دارت اللور شافت في السعدية وكوثر وتبسمات بواحد الهبة أسطورية وقالت عزوز هبط رجال الجبل كاملين لكازا باش يفك ولدو، وخلى القصر ديالو الفوق في الجبل خاوي كيصفر، والقصارى تحت منه كاين الخزنة ديال المختار. مختار كان هو راجل رقية اللي مات، وكملات كلامها وقالت خزنة ما كيعرفها حد من غيري وولادي، ورث العقرب وفيها الورث الحقيقي ديالك كوثر. كوثر حلات عينها بالصدمة والسعدية صغطها طريقها، وكملت رقية كلامها وهي كتشوف الطريق ديال الجبل اللي طالع للفوق، وقالت الليلة السعدية خلينا اليوم ساكت الوسخ يمشيو عليه للحبس وغنمشيو نديو الكاش اللي غيعيشنا ملوك في اسبانيا. العقرب ما كيهربش، العقرب كيرجع للعش ديالو يشوف داكشي اللي خلاه فيه. المرسيدس البيضاء كانت كتخترق الضبابه لكتيفات الجبال، البرد كان قاصح والزاج ديال الطاكسي ولا مضبب بالنفس د العيالات اللي لداخل. دريس كان شاد الفولوم بيديه القاصحين، عيني مركزين مع الفيراجات الواعرين ديال طريق الشمال، حافظهم فيراج بفيراج حفره بحفره. من موراهم خلاو كازا بقات غير ماضي اللي قريب، غاقه في الصداع والروينه د الكورنا والمافيات. ولكن هنا في الجبل السقيل كيصفر. الطاكسي وقف بشويه قدام واحد الباب د الحديد كحل، كان هذاك واحد القصر مبني بالحجر وسط من الغابه، قصر العقرب. كانت هذه الدار الكبيره اللي بدات فيها القصه كامله. الباب كان محلول نص حله وما كاين حتى شي واحد. وعزوز الشاب الغديد والحقد والتلفه هبط بالكلاب ديالو كاملين للكازا وخلى الدار خاويه كتصفر. دريس سكت الطوموبيله ودار لعند الحاجه وقال وصلنا لالا الدار خاويه. وقيه حلات الباب وهبطات، القفطان الكحل ديالها تقال بنده، ولكن الوقفه ديالها كانت ديال شي امبيراطوره رجعت للعرش ديالها بعد 20 سنه وهي منفيه. قدات الشال على كتفها والضوء الخافت د الكاميرا ضرب في الوشام اللي تحت من فمها وزادها هيبه. السعديه هبطات من موراها شاده لموسط القرن، عينها كيدوروا في كل قنت حاضيه وخا عارفين البلاصه خاويه. كوثر ملي حطات رجليها في التراب ديال القصر شدات واحد الرعده اللي في شكل هادي البلاصه فين تذبح باها احمد، وفين ضربات امها بالقرطاس وهي مخبيه في الماريو. الحيوط كيبانوا لها بحال ليله كينسفوا بالذكريات الكحله ديال والديها. وهمسات كوثر وصوتها كيرجف وقالت خالتي حنا فين؟ واش هنا فين ماتوا والديا؟ نقيه شافت فيها بنظره اللي قاصحه ولكن فيها حنان ديال الجده. تقدمت لعندها وحطات يدها البارده على حنك كوثر الفازق وقالت العقرب ما كيبكيش، الدم ديال باك تغسل الليله في الكورنا بكازا، واليوم جينا ناخذوا حقك اللي ساقو عزوز. وقفي مقاده وبيني ليا بلي انت هي الوارثه ديال العقرب. كوثر ساطا طريقها مسحات عينيها وقفات مقاده. القصوى اللي تولدات فيها في الكورنا رجعات ليها ودخلوا للقصر. الظلام كان هو سيد المكان. دريس شال واحد البيل اللي مشهد، الضوء ديالو بدا كيمسح الصالونات الكبار اللي عامرين بالزرابي الغاليين والفطويات ديال الجلد. رقيه ما تسوقاتش لهاد الزواق كامل، مشات نيشان لواحد الجهه مظلمه في اللور د القصر. جيت الكوزينه، تما كانت واحد الزربيه تقليديه كبيره معلقه في الحيط. ورقيه عطات الاشاره لدريس. دريس هيد الزربيه بالجهد وبان واحد الباب د العود غليظ كيدخل لتحت لواحد الكاف ولا لاكاب. الباب كان مسدود بقفل بالنحاس قديم. وقالت لدريس حل الباب. دريس جبت الفردي من تحت منه وتيرا في القفل حتى طرطق. ورقيه خشات يدها في الصدر ديالها وجبدت واحد الساروت ديال النحاس طويل كان معلق في السلسله ديال عنقها. والسعديه غير شافت داك الساروت كيلمع تحت من الضوء ديال البيل. حلات فمها مصدومه والذاكره ديالها رجعت لسنين اللور. شحال من مره كانت كتشوف ديك السلسله في عنق الحاجه ملي كتكون كتوضا ولا كتقاد حوايجها، وملي كانت كتسولها بنيتها وكتقول لها الحاجه ديالاش هاد الساروت اللي ما كيخطاكش. باقيه كانت كتبتسم وتجاوبها وتقول هذا ساروت الجنه السعديه، ناري تحل غنوليو لاباس علينا. ولكن عمر السعديه ما تخيلات باللي الجنه اللي قصدها الماضرينه هي هاد الخزنه اللي مدفونه تحت القصر د المافيا. باقيه شافت في كوثر اللي كتشوف في الساروت وقالت بصوت قاصح بحال الحجر هاد الخزنه اللي تحت كوثر بناها جدك المختار وسط الجبل. الباب ديالها صحيح ديالها بصح وما كيتحل غير بساروت واحد. المختار صوب منه جوج ديال النسخ،
نسخة خلاها عندي ونسخة وريتها لباك حمد حيت هو الكبير. كوثر ساعوا عينيها والدموع بداو كيتجمعوا فيها. ملي سمعت سميت باها وكملات رقية كلامها وقالت: عزوز الكلب طمع في الكنز ذبح خوه احمد غير باش يسرق لي الساروت ديالو، وكان باغي يقتلني حتى انا ديك الليله باش يدي الساروت ديالي ويبقى هو بوحدو كيتحكم في الخزنه ديال الكارطيل، ولكن انا هربت ليه وهربت بك انتي. سعديه اللي بدات كتفهم اللعبه عقدات حجبانها وضحكت بسخريه وقالت: ايوا يا الحاجه، الا كان عزوز عنده الساروت خوه غيكون هذا 20 عام كيدخل الخزنه ويحط فيها الفلوس الكارطيل. وقيت تبسمات ديك الابتسامه د الماضرينه اللي سابقه كلشي بخطوه وقالت: تماما الساديه، عزوز هادي 20 عام وهو كيخزن الملاير د الكارطيل، الذهب، العمله الصعبه في هاد الخزنه، حيت عارفها أأمن بلاصه وكيحسب لي الساروت مشى وانا مت، كان كيجمع الثروه وبلا ما يحس، ولا غير عساس عليها كيجمع الورث لبنت خوه. هبطوا في الدروج ديال لاكاب، ريحه الغموليه مخلطه بريحه البروده في القناه، وبدات كتبان قدامهم واحد الخزنه د الفولاد كبيره بحال ديال البنكات الكبار. وقية قربات وخشات الساروت طوراتو بالشحد. صوت الميكانيزم تحل. رقية جارت الباب الثقيل الحديد والباب تحل بشويه ودريس وجه الضوء د البيل لداخل الخزنه، والسعديه طاح لها المسميت ديالها في الارض وحلت فمها حتى الاخر. عينيها بغاو يخرجوا من بلاصتهم. كوثر رجعت خطوه اللور وشحقات بالصدمه، يديها ترعد وهي كتشد فمها. الخزنه ما كانش فيها غير الكنز القديم ديال المختار، الخزنه كانت عامره حتى السقف، رزامي ديال الدولار والاورو، الكاش اللي جمعوا عزوز في 20 سنه د الاجرام، وفي التحت السبيك ديال الذهب الخالص كيلمعوا تحت من الضوء ديال البيل. ونطقات السعديه وصوتها مبحوح بالخلعه وقالت: هذا راه ماشي كنز الحاج، هذه راه ميزانيه الدوله. وقية دارت لعند كوثر اللي باقا مصدومه وقالت: قلت لك راه الصاك اللي خلينا في كازا كيف والو، هذا هو ورث باك كوثر اللي ساقو عزوز. اليوم رجع لمواليه. وفي ديك اللحظه بالضبط السكاد الجبل تفرقع، واحد الصوت غليظ مشهد بدا كيقرب من السما د القصر، الصوت ديال الهليكوبتر. الريح بدا كيضرب في الشراجم د القصر بالشهد، والضوء ديال البروجيكتورات ضرب في الجرده د القصر. الهليكوبتر قربات من القصر، السعديه هرب ليها ورزمات الفلوس طاحوا لها من يديها، ونقزات بالزربه خطفات الموس القرن ديالها من الارض ووقفات قدام الحاجه. وكوثر كترعد وقالت: الخيانه الحاجه، البوليس سبقونا لهنايا، جابوا الطيارات ديالهم. كوثر رجعت اللور، تخبات من مور السعديه وشدات في راسها والدموع رجعوا لها به السيريه وقالت: لا عافاك خالتي، ما بغيتش نمشي للحبس، يلا لقينا حقنا ورجعنا ورثنا، ما يمكنش هادشي يسالي بالحبس. اما دريس براسو راجل يدوز الحروب وما كيخافش، جبد الفردي ديالو بالسربه، حيد لي زر الامان، وقف مستعد انه يموت. كيحسب لي الكوميسير نبيل وصل عليهم وجاب البوليس حتى للجبل باش يضرب عصفورين بحجر واحد. ولكن رقية بقات واقفه في بلاصتها، ما مشاتش الضوء المشهد الهليكوبتر كيضرب لها في وجهها من الشراجم، والوشام اللي تحت من فمها كيبان بهيبه اللي كبيره. شافت في السعديه اللي كترعد وفي كوثر اللي كتبكي، وضحكات واحد الضحكه خارجه من القلب، ضحكه ما دارتهاش من هذه 20 سنه، وقالت: طيحي داك الموسى السعديه. بدات رقية كتقاد في القفطان ديالها ببرودة اعصاب، وكملت كلامها وقالت: وجمع الفردي ديالك لبلاصتو ادريس، البوليس ديالنا راه مشغولين في كازا كينقيو الزبل دا عزوز. رقية شيرات بيديها الشراجم اللي كيضرب فيهم الضوء والريح وقالت: هذيك الطياره مخلصه بعرق كتافي وبفلوس اللي صحيحه باش تهزنا لاسبانيا، طائره ديال التهريب د الكبار، ما كيشدها لا رادار لا مخزن. قلت لكم العقرب ما كيضربش الضربه الا ما كانش عارف منين يخرج. السعديه تنهدات واحد التنهيده طيحت لها الكتاف، الموس طاح لها من يديها، وكوثر مسحات دموعها وبدات كتضحك بهستيريه د الفرحه مخلطه مع الصدمه. مسحات السعديه العرق ديالها وقالت: الحاجه طيحتي لي الماء في الركاب، يحسب لي اللعب سهله. جاوبتها رقية وقالت لها: اللعب يلا غيبدا، تحركوا عمروا السيكان، ما عندناش الوقت. بداو كيعمروا السيكان الكبار د الشمال برزامي د الدولار والاورو والسبيك ديال الذهب كيستفوهم في القاع د السيكان. وكوثر واخا يديها كيرشفو كانت كتدخل الفلوس بالجهد، وفي وسط من ديك الروينه وتجميع الفلوس
التليفون ديال دريس صونا، شاف فيه ودار لعند الحاجه وقال لها لا الكشكوشه كيعيط من كازا. دريس فتح الخط ودار المكبر ديال الصوت باش يتسمع مع الصداع ديال الفرفاره اللي على برا، وتسمع الصوت ديال الكشكوشه كيقول المعلم دريس راه ترونات المعلم. الكوميسير نبيل والفاقه ديالو طحنوا كل شيء، الغولد كارتيل الشاق كلا العصا وتقاس بقرطاسه، وعزوز الشهبه المعلم طاح، راهم مينطينو دابا هو والياس وزريق ومركعينهم في الغيس حدا داك الصاك الكحل اللي خليته. بقيت بسمات ديك الابتسامه الماضرينه، وكمل الكشكوشه كلامو قال عزوز باقي حاضي داك الصاك بعينيها لالا. راه كيشوف في البوليس بواحد الشوفات الحقد، كيحسب ليه راه تشد وصافي، ما سيقش الخبار بمره باللي راكم في الجبل. بقية حركات راسها بانتصار وقالت مزيان خليه عنق داك الصاك الوسخ في حبس عكاشه. هبط من داك السطح الكشكوشه وغبر. المهمه ديالك سالات. دريس قطع الخط وهزو السيكان تقال الميزانيه ديال الدوله وطلعوا في الطروش للشرطه. الطائره كانت كتسناهم، البيلوط موجد الموتور، الساديه وكوثر بداو كيطلعوا في الفلوس للداخل بالزربه. وملي كملوا الشحن رقيه وقفات حدا الباب ديال الهليكوبتر ودارت لعند دريس اللي كان واقف في الجرده ديال القصر كيتسنى الاوامر الاخرى، وجبدات واحد الصاك اللي عامر برزامي ديال الاورو ثقيل بالفلوس، مداتو لدريس وقالت هذا حقك دريس، انت والدراري د الخلايا ديال الظلام، وحتى الكشكوشه تا هو. كانت كتشوف فيه بنظره ديال الام كتودع ولدها، من بعد قالت ولكن هاد الفلوس ماشي باش تكبروا الكارتيل ولا تشريو بها السلاح، هاد الفلوس باش نتوما تتوبوا طويو هاد الصفحه الكحله، شريو ديور لوالديكم، ديروا مشاريع اللي نقيه، نساو طريق الدم والحرام، حيت اللي تبعها كيلقى راسو وسط من القرنه. دريس شد من عند الصاك، عيني دمعوا بالاحترام والتقدير وهبط راسو باس ليها يديها وقال لها الايام ديال الدم سالات لالا الحاجه، غنفذ الاوامر. وقيه زيرات لي على كتافو والشوفه ديالها ولات قاصحه، شوفه ديال زعيمه حقيقيه، وقالت باقي ليا عندك امر واحد قبل ما نطير في حالي. دابا غادي تمشي دير الاتصالات ديالك بكاع الشركاء ديال الكارتيل اللي بقاو في المغرب من طنجه للقويره، غتبلغهم رساله واحده بلساني. العقرب الام كتعلن رسميا تفكيك الكارتيل ديال كازا والشمال، اللعبه سالات والشبكه تقطعات، اللي هز السلاح ولا دار فيها بوس من بعد الليله المصير ديالو غيكون كفس من المصير ديال عزوز. دريس حط يدو على راسو بالتحيه ديال العسكر وقال لها علم وينفذ. لا العقرب مات الليله، طريق السلامه. واقيه دارت وطلعت الهليكوبتر والساديه جرات الباب الثقيل وسداتو. المراويح بداو كيدوروا بالشهد والطائره تهزات من الارض القصر وخلات دريس واقف كيشوف فيهم. الهليكوبتر دارت نص دوره في السماء وشقات طريقها في الظلام، قاصده السماد اسبانيا، قاصده حياه جديده. الهليكوبتر كانت شاده الطريق فوق من البحر، الصوت ديالها كان بجد برا، ولكن الداخل ديال الطائره الكراسات الجلد والزاج الغليظ كانوا عازلين الصوت ومخلين غير واحد الطنين اللي خفيف. ساديه كانت جالسه عينها ما كيرمشوش وهي كتشوف السيكان الشمال اللي محلولين ورزاميد الاورو والذهب اللي كيلمعوا تحت من الضوء الخافت ديال الطائره. كوثر كانت متكيه راسها على الزاج كتشوف في الكحل اللي تحت منها، كتحس بواحد راحه غريبه. دخلها مشات والورث دباها احمد، رجع لها بلا تيك توك بلا تجاره الكترونيه. رقيه كانت جالسه في الكرسي المقابل ليهم، القفطان الكحل ديالها باقي كيعطي هذيك الهيبه د الامبراطوره. سدات عينها بشويه والذاكره ديالها رجعات اللور بالضبط لديك الليله قبل ما يطوقوهم البوليس في الدار ديالها في كازا وتنوض ديك الروينه. غادي نمشيو دابا بواحد الفلاش باك لكازا، الليله اللي قبل من محاصره الدار ديال رقيه، فواحد البلاصه خاويه حدا المرسى بعيده على العينين. طوموبيل البوليس كانت واقفه، الكوميسير نبيل كان واقف برا لابس الكوستيم ديالو وفرديه في يدو مصير عليه كيتسنى، وكان معصب ومبرزط حيت الخبار اللي وصلاتو بلي المادرينا اللي قالب على كازا هي اللي باغا تلاقى معاه وبالسر. رقيه خرجات من الظلام بقفطان الكحل وهيبتها اللي ما كتهزها ريح، وتقدمات لجيتو بخطاوي ثابتين. ونبيل غي شافها وجه لها الفردي نيشان على راسها وقال لها اخيرا طحتي يا العقرب، راك عايف في الارض وحط يديك فوق من راسك. وقيه ما مشات شافت في الفردي، تبسمت ابتسامه اللي بارده وقالت بارك من اللعب بالقشاوش الكوميسير، كون باغي نتخبى ما غنعيطش ليك، انا جيت نعطيك المافيا في التبسيل ديال الذهب ولكن بالشروط ديالي.
نبيل زير على السلاح وعينيه كيدوروا في بلاصتهم وقال: شروطك؟ انت مجرمه مبحوث عليها من طرف دوله كامله، اش من شروط غتفرضي عليا؟ وقية جبدات من تحت من القفطان ديالها واحد الدوسي غليط ومع واحد الكلي يو اس بي، لاحتهم فوق من الكابو ديال الطوموبيل نبيل وقالت: هذا هو التاريخ ديال الكارطيل الجبل ديال عزوز الشاب والكارطيل الشاق الغول، فيه الاسماء والارقام ديال الحسابات وكاع البوليس المرتشيين اللي مختارقين لك الاداره ديالك. هادشي غيخليك تولي جينيرال السي الكوميسير. نبيل هبط الفردي بشويه حل الدوسي بيد وحده وغي شاف الورقه الاولى عيني بغاو يخرجوا من بلاصتهم. هذا هو الصيد اللي كان كيحلم بيه حياته كامله، وقال لها: شنو المقابل؟ بغاني نطلقك ونسد عينيا، انا كوميسير الحاجه ماشي بزناس. رقيه قربات لعندو عينيه ولاو بحال الحجر وقالت: القانون طبقو كيف بغيتي السي نبيل، وإلا شديتيني غتلقى راسك شاد مرا شارفه كتبيع العشوب ما عندي لا فلوس لا سلعه، وغنخرج منها بحال الزغبه من وسط من العجينه. ولكن الا درتي يدك في يدي غنجمع لك هضريوس الكبار كاملين في بلاصه واحده في ليله واحده، وغنعطيك الضربه القاضيه، والمقابل هو غدا بالليل غتجيب الفرقه ديالك كامله وغتطوق الدار ديالي في الدرب. نبيل عقد حجبان وما فاهم والو وقال لها: نطوق الدار ديالك؟ واش حماقيتي ولا مالك؟ قالت لي: هذيك هي الخطه، غدير مسرحيه قدام البرقاقه كاملين ديالك وديال المافيا، غادي تطوق الدار، غتشعل الضواو وغتغوت في الميكروفون باللي انا محاصره وخصني نحط السلاح وخلي الباقي عليا. نبيل سكت، العقل ديالو بدا كيحلل الخطه، مسرحيه المحاصره باش يطيحوا عزوز في الفخ. والخطه كانت عبقريه شيطانيه ولكن قويه. وقال لها: وملي نساليو هاد الروينه كان باقي متردد، ويتقول ليه: ملي نساليو غتلقاو السلعه وعزوز والمافيا كاملين وما غتلقاونيش. العقرب غادي يغبر بمره وغادي يفكك كل شيء. هذه هي الصفقه، قديتي عليها تبارك الله، ما قديتيش عليها تيري فيا دابا. نبيل شاف في الدوسي وشاف فرقيه اللي عاطيه الموت بالظهر، وفكر ثواني صراع بين القانون د الوراق والقانون د الزنقه، وتنهد بالجاد وحط الفردي في جنبه وقال له: المسرحيه غتبدا غدا مع 12 الليل، غادي نغوت في الميكروفون، ولا زقلتي شي حاجه على حاجه ما غنزقلكش. بقيت بسمات ديك الابتسامه ديال الانتصار وقالت: الدار البيضاء غتولي نقيه، غتغسل كامله نبيل. غادي نخرجوا دابا من الفلاشباك ونرجعوا عاوتاني للهليكوبتر. رقيه حلت عيني على الصوت الساديه اللي كانت كتهضر معها واللي قالت لها: الحاجه طوينا الصفحه د الكارطيل بمره، ولكن وسوق نسا الحانوت ديالنا المصدي اللي تخبينا فيه، تقول العيالات اللي دوزنا معاهم 20 سنه ديال الضحك والبكا في الصهد والبرد غادي نسمحوا فيهم هكاك؟ كوثر حتى هي دارت، شافت في خالتها رقيه كتسنى الجواب، حيت كبرات وسط من دوك العيالات وكتعتبرهم عائلتها. ورقيه بسمات وتنهدات بحال الا كتشم ريحه داك السوق وقالت: سوق النساء السعديه، ريحه العشوب والقرنفل مخلطه مع ريحه الغيس، دوك الميكات المقطعين اللي كانوا كيقطعوا علينا الماء. سوق النساء هو اللي استغنى، نهار جرى علينا عزوز. العقرب ما كينساش اللي ضاعو وما كينساش اللي دار فيه الخير. رقيه جبدات التليفون ديالها وقالت: راني ما نسيتهمش، راه دريس غادي يتكلف، راني عطيتو قبل صاك هامر بالكاش من غير داكشي اللي عطيتو هو والدراري ديال الخليه، ووصيتو يريب داك القسطير كامل ويبني العيالات حوانت اللي نقيين بالساروت ديالهم ومسجلين بسمياتهم. السوق غيولي من احسن الاسواق في كازا ومغطي على الشتا والشمس، وكل مره تما غيوصلها ضرب فيه الفلوس اللي غادي تكفيهم باش يبنيو مستقبلهم. السعديه حلات فمها بالفرحه وقالت: بصح الحاجه واش نسيتي فاطمه ولات النعناع ولا امي عايشه؟ كملت رقيه كلامها وقالت: حتى وحده فيهم ما غتنسى، ولكن كيف ما قلت لكم وصيت دريس والدراري د الخلايا ديال الظلام اللي تابوا. دريس غيولي هو الظل اللي كيحمي داك السوق من بعيد، وكلفتو باش يعسل العيالات ويحرص بلي حتى شي واحد لا مقدم ولا مافيا د العقار ما يبتزهم في البني. كوثر ضحكات بالفرحه وقالت: وخالتي زهره؟ ايه على خالتي زهره. وقيه نهدات وقالت: كانت درويشه، كانت كتجيب لنا الماكله بزاف، كانت كوثر صغيره كتموت بالجوع وحنا ما فعلناش، وكانت كتقول لنا: وكلي البنيه الحاجه، رزق على الله. قالت لها ضرب بوحده مع دريس في فلوس اللي غتشري لها دار وتعيشها هي وولادها، الخير بالخير والبادي اكرم.
كلهم بداو كيضحكوا، والضحك ديالهم تقطع بالهضره ديال البيلوت اللي دار براسو اللور، وجههم ضوي بالبولاط ديال الطابلو ديال الطائره، وقال لا الحاجه وجدوا ريوسكم، راحنا فوق ماربيه وغنزلوا في القصر دابا 5 ديال الدقائق. العيالات بثلاثه شافوا مزاج، الضواو د اسبانيا كانوا كيلمعوا بحال النجوم في الارض. الطائره بدات كتهبط بشويه حتى نزلات في واحد الجرده خضراء كبيره وسط من قصر اللي فخم مبني برخام الابيض كيطلع للبحر الابيض المتوسط نيشان، بلاصه ما كيوصل حد. هبطوا من الهليكوبتر وريحه البحر ضرب في وجههم، ريحه نقيه، ريحه الحريه والفلوس. وتما كان كيتسناو من المحامي هو والخدامه. دخلوا لهم السيكان كاملين لاكاف جديد القصر اللي فيه الخزنه كبيره ومجهزه اكثر من ديال الشبل، والسعديه اللي ديما هازه الهم ويدها على الموس غير شافت القصر والبيسيد اللي كيبري في الظلام. ضحك كتافها والترخات والتنهدات واحد التنهيده. خرجت معها 20 عام ديال الدمير وتمارت كازا وقالت الحاجه. كانت كتشوف وكتدور في عينها في الصالونات اللي كيبانوا مزاج، وكملت كلامها وقالت هادشي راه بحال الجنه بصح، دابا عاد فهمت داك الساروت المصدي اللي كان في عنقك. في الصباح ديال النهار اللي تابعو الشمس شاقات على القصر ضماربيه، الضو ديالها ضرب في الزاج د البيبان الكبار. كوثر فاقت وحلت عينيها في بيت كبر من الحانوت السوق بنسا ب10 ديال المرات، ناموسيه د الحرير والديكور د الملوك، ولبست واحد الكسيوه بيضاء خفيفه. خرجت للطراس الكبير اللي كيطلع للبحر، وقفات كتنفس بالجهد، عينها مدمعين بالفرحه. الورث ديال باها رجع، الخلعه ديال الموت مشات، ودابا تقدر تقرا تعيش طير في السما بلا ما تخاف من حتى شي واحد. السعديه خرجت من موراها لابسه بيجامه الحرير الغالي، ولكن العاده ما كتموتش. الموس د القرن باقي محطوط فوق من الطبله د الطراس حدا كاس العصير. وضحكات السعديه وقالت والله كوثر الا هادشي كيخلع من كثرة ما زوين، توحشت غير ديك ريحه المسمن ديال راضيه واخا كانت كتوصل الهضره. كوثر ضحكات وتعنقات مع السعديه اللي ولات لها اكثر من خالتها، ولات لها الظهر اللي كيحميها. وفي ديك اللحظه خرجت رقيه الحاجه اللي ما بقاتش لابسه القفطان الكحل، لبست قفطان اللي ابيض نقي، شعرها اللي فيه الشيب مجموع بهيبه، الوشام اللي تحت من فمها باقي كيبين القوه د العيالات الحرات بزمانه. تمشات بخطاوي ثابتين وما تسوقاتش الفطور اللي محطوط ولا الرفاهيه اللي دايره بها. مشات نيشان الحافه ديال الطراس اللي كيطلع الامواج ديال البحر، وقفات تما كتشوف ذاك المنزرق اللي كيفصلها على المغرب. مدات يدها لعنقها وحيدات السلسله اللي فيها داك الساروت ديال النحاس طويل، الساروت اللي خباتو تحت من قلبها سنين، واللي ذبح عزوز خوه احمد على قبله، واللي حل الخزنه ديال الجبل البارح. داك الساروت بالنسبه لرقيه ما بقاش الساروت ديال الجنه، ما بقاش الساروت ديال المافيا، ما بقاش الساروت ديال الدم ولا غير حديد مصدي ما بقى فيه ينفع. وبحركه وحده قويه واثقه رقيه لاحت السلسله ديال الساروت في السماء، طار في السماء وضربته الشمس وهبط نيشان في القاع ديال البحر. غبر لي الابد في القاع ودا معاه الماضي الكحل بكازا، المافيا د الجبل، عزوز الشهب اللي غيموت بالفقيس في الحبس. رقيه دارت لعند السعديه وكوثر وتبسمات واحد الابتسامه ديال الرضا والسلام، وقالت بصوت اللي هادئ بحال الامواج يلا نفطروا على العيالات، راه عندنا حياه طويله خصنا نعيشوها. جلسوا كاملين في الطابله كيضحكوا وكياكلوا مرتاحين باللي اللعب سالا وباللي صداعة الكارتيل ولا غير قصه كتعاود، وبلي هما دابا احرار في ماربيه بميزانيه الدوله. ولكن وسط ديك الفرحه التليفون الساتيلي الدرقيه اللي كان محطوط فوق من الطابله واللي كان من المفروض يكون مقطوع بدا كيصوني، سكات طاح على الطراس. الضحكه تجمدات في وجه السعديه وكوثر اللي وساو عينيها بالخلعه. ورقيه شافت في التليفون النمره اللي طالعه في الشاشه كانت مجهوله. البروده رجعت للعروق ديال الحاجه رقيه ومدات يدها بشويه وهزت التليفون وركات على البطونه ديال الجواب ودارته في الهوت بارلور باش يسمعوا كاملين. وتسمع الصوت ديال واحد الراجل هادئ بارد يهضر بدارجه مخلطه بالصبليونيه. هذاك الراجل قال بصح القصر الضماربيه الحاجه رقيه ولا نقول لك المادرينه. رقيه زيرات على التليفون وعينها صغارو وقالت شكون معايا وكيفاش وصلتي لهاد النمره. الصوت ديال داك الراجل ضحك واحد الضحكه خفيفه وقال النمره ماشي مهمه، المهم هو باللي عزوز الشهب كان غير خماس عندنا في المغرب. داك الذهب اللي ديتو من الخزنه ديال الجبل راه النص ديالو ديال الكارتيل الاوروبي على حاجه. يحسب لك اللعبه سالات ملي طيحتو كازا
نتوما يلا حليتوا الباب ديال الجحيم، استمتعوا بالفطور ديالكم حيت الضياف قريب يوصلوا. ريحة البحر اللي كان كيبان حنين ولا كيعطي بالبرودة، وكوثر شدات في راسها بالرعب، والسعدية صارت طريقها. عينها مشاو نيشان للموس الكار اللي محطوط فوق من الطابلة، وقيا سدات عينها لمدة ثواني، وملي حلاتهم ديك الجدة الحنينة غبرات، ورجعت ديك الشوفة القاصحة المرعبة ديال العقرب اللي كيتحكم في الموت. شافت في السعدية ونطقات بصوت اللي كيقطع بحال الزيزوار. هزي موسك السعدية، اللعب عاوتاني غيبدا، والكاميرا قربات للوجه ديال رقية القاصح. من بعد طفات الكاميرا. النهاية. أصدقائي، هنا كتسالي القصة ديالنا، قصة طبعا في المستوى، قصة اللي عجبتني أنا شخصيا. القصة وصلتنا من عند واحد السيدة صاحبة صفحة حكايتي بالدارجة، كتكتب القصص مزيان، وانتم شفتوا الشونتيو قدامكم. ما علينا. تحياتي لهاد السيدة ولهاد الكاتبة اللي كنتمنى تكمل في الكتابة ديالها. غادي تبقى الصفحة ديالها في اللين لتحت في صندوق الوصف باش تدخلوا تقراو، راه عندها بزاف القصص اللي واعرين. تخليو لها تعليقات وتصيفطوا لها سلامنا. على العموم راكم كنتو في قناة ميمير على اليوتيوب، أحبكم في الله. ليلة سعيدة. أديوس أميغوس.